تقف تحالف من المتحدين الطموحين أمام قلعة سيد الشياطين الشامخة. يعلن زعيم الغوبلين بجرأة عن نيته الإطاحة بالحاكم الحالي، ويعلن منافس وحشي آخر محاط بوحوشه عن رغبته في التقدم للعرش من داخل القلعة. يرد سيد الشياطين على جرأتهم بتنهد ساخر. يقوم أحد المتحدين بهبوط قوي محاولا اقتحام أرض القلعة، وسيد الشياطين غير مبال تماما. يرفع يده بلا مبالاة ويجد العرض مملا، وبحركة من معصمه يطلق موجة من الطاقة تدمر المهاجمين ويهزم الجيش بأكمله ويتفرق عبر ساحة المعركة. يقف وحيدا بعد أن سحق التمرد بسهولة قبل أن يصل إليه. هذا هو سيد الشياطين، كائن يشاع أن قوته هي الأقوى في كل التاريخ. يسخر من العرض البائس ويجدهم جميعا ضعفاء تماما، ويشعر بالملل من تفوقه. يتساءل إذا ما كان هناك خصم حقيقي موجود حاول عدد لا يحصى من المتحدين أن يطالبوا بعرشه على مر السنين. تم سحق كل واحد منهم بنفس القوة الساحقة المطلقة، ولكن بينما يقف فوق أنقاض انتصاره الأخير تلمع فكرة في ذهنه، ويدرك أن هناك طريقة واحدة فقط للعثور على القتال الذي كان يتوق إليه. تتحول المشهد فجأة إلى منظر حضاري حديث ومشرق. يستيقظ شاب في سريره مضطربا بسبب حلم متكرر اسمه كاميكورارينيا، ويبدو عليه التعب من رؤاه الليلية. الحلم يشعر وكأنه ضباب يتركه بصداع حاد. وظل باق لسيد الشياطين يتجاهل الحلم، ويقرر مشاهدة بث مباشر عن أحدث وظيفة ساخنة في العالم: استكشاف الأبراج المحصنة. قبل 10 سنوات ظهرت أبراج محصنة غامضة على الأرض، مولدة عصرا من المغامرين يدعون الباحثين الذين يصطادون الكنوز. يجذب انتباهه إشعار بأن البث المباشر لمفضله دانكان بدأ للتو، وعندما يبدأ البث يشعر بشعور غريب من الديجافو. هو متأكد من معرفته بهذا البرج المحصن، لكن عنوان البث يدعي أنهم يستكشفون مسارا جديدا وغير مكتشف تماما. هذا التناقض يسبب له صداعا حادا، ويجعله يتساءل إذا ما كان عقله يخدعه. في ومضى يظهر ابتسامة شريرة لسيد الشياطين في ذهنه، مرتبطة جوهريا بالأبراج المحصنة. الرؤية شديدة لدرجة أنها تجعله يجلس فجأة في السرير وعيناه متسعتان من الصدمة. وأخيرا يربط النقاط بين كوابيسه المتكررة والصداع المستمر بنظرة عزم قاتمة. يستنتج أن الأبراج المحصنة يجب أن تحمل الإجابات التي يبحث عنها. مصمما يبحث فورا عن طريقة ليصبح باحثا، ويجد إعلانا عن جولات الأبراج المحصنة مع مرشد دون إضاعة وقت. ينضم إلى مجموعة من المغامرين الطموحين عند مدخل البرج المحصن السادس، مرتديا ملابس شارع بسيطة ومسلحا بسكين صغير فقط. يبرز بين المجندين الآخرين، يقدم نفسه دليل ودود يدعى كونيشي. متفاخرا بمستواه 20 بعد عام من البحث، يرحب بمرحب المجندين الجدد الذين يقدمون تصفيقا مهذبا. يشعر بعصبيتهم ويطمئنهم بثقة أن الأبراج المحصنة للمبتدئين سهلة جدا. بالكاد يحتاجون إلى أسلحة بعد الانتهاء من الإحاطة. يقود الدليل المتفائلين إلى أعماق البرج المحصن، وعندما يعبرون العتبة يغمر مدخل البرج وميض أزرق ساطع. يبدو أن الضوء يؤثر على رينيا أكثر من الآخرين، مما يسبب ألما حادا مألوفا، ويتحول صدمته إلى عدم تصديق عندما يدرك أن هذا المكان مطابق تماما للمكان في أحلامه. يجد الفريق أنفسهم داخل الامتداد الكهفي الكئيب للبرج المحصن. يوجه الدليل المجندين الجدد لفحص إحصائياتهم من خلال إصدار أمر النظام. تظهر نافذة النظام كاشفة أن إحصائيات رينيا عند الحد الأدنى المطلق لمبتدئ من المستوى الأول. يشعر بخيبة أملهم، ويطمئنهم أن هزيمة الوحوش سترفع مستوياتهم بسرعة. الدرس التالي هو اكتساب المهارات، ويقودهم الدليل بثقة أعمق داخل البرج المحصن. يتوقف فجأة مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى غرفة تحتوي على صندوق متوهج. مرة أخرى تشعر رانيا بشعور مكثف ومزعج. من الألفة داخل الصندوق كرة متوهجة. يشرح الدليل أنها تعرف باسم بوابة اكتساب المهارات. يشرح الدليل التجربة، وهي ضخ السحر في الجوهرة لاستدعاء وحش،
وهزيمته لكسب مكافأة، ويخلص إلى أن هذه هي التجربة الأساسية الأولى لجميع المبتدئين لاكتساب المهارات المناسبة لهم. يطلب الدليل متطوعا، لكن المخاطر العالية لمحاولة واحدة تجعل المجندين متجمدين من الخوف. يتصاعد قلقهم عندما يدركون أن لديهم فرصة واحدة فقط، ويجب أن يواجهوا المحاكمة بمفردهم تماما. قاطعا التوتر، يتطوع رينيا بهدوء مما يفاجئ الآخرين الطامحين، ويقبل الدليل بسعادة، مؤكدا اسم أول متطوع شجاع له. عندما يقدم الدليل التعليمات يرفض رينيا بهدوء، متأكدا من أنه يعرف بالفعل ما يجب فعله. يترك ثقته غير المتوقعة المجموعة بأكملها بما في ذلك الدليل في حيرة تامة. يتأمل رينيا في اليقين الغريب الذي قاده منذ أن خطأ أول خطوة داخل الزنزانة. يعرف غريزيا كيفية توجيه السحر، وهي مهارة لا ينبغي أن يمتلكها، بينما يتدفق طاقة بنفسجية من يده. يدرك أن هذا ليس معرفة بل ذاكرة عضلية خالصة. يتفاعل الكرة على الفور متوهجة بقوة هائلة، تتجاوز بكثير قدرات أي مبتدئ. يعمى الدليل والمجندون من الضوء الشديد بعد أن لم يشهدوا مثل هذا التفاعل القوي من قبل. تتسع عين رينيا بدهشة عندما يرى ما استدعى قوته من الكرة. ينفجر وحش شرس من المستوى العاشر يدعى ردفانغ من الضوء، قوي جدا بالنسبة لأي مبتدئ. يترك مشهد الوحش رينيا مشلولا بالخوف، متسائلا عما أطلقه للتو. يذعر الدليل معترفا بالوحش كتحد مستحيل لطالب من المستوى الأول. يندفع الوحش الناري للأمام، يهدف إلى تمزيق المبتدئ الذي يبدو عاجزا. يظل رينيا متجمدا في مكانه، غير مستعد تماما لهجوم الوحش السريع كالبرق. يصرخ الدليل تحذيرا يائسا، متأكدا أن رينيا على وشك أن يلقى حتفه، لكن في عرض مذهل للسرعة يتفادى رينيا الهجوم بسهولة، تاركا أثرا من الطاقة الزرقاء. يزمجر ردفانغ الغاضب مستعدا لإطلاق هجومه الغاضب التالي. يقفز الوحش عاليا، مخالبه النارية ممدودة لضربة هبوط مدمرة، وتحترق عيونه بالغضب وهو يركز كل نية القتل على المبتدئ الوحيد. لا يستطيع الدليل والمجندون سوى التحديق بدهشة، متسائلين كيف يمكن لمبتدئ أن يؤدي مثل هذا الإنجاز. لكن رينيا يظل هادئا، يمسك بسكينه بثبات وهو يحلل خصمه. يحدث مواجهة متوترة بينما يقيم الرجل والوحش بعضهما البعض عبر أرض الكهف. يؤكد شكوكه، يتذكر جسده غريزيا كيفية محاربة هذه المخلوقات، مشددا قبضته. يدرك أنه إذا استمر في الاعتماد على الغريزة فقد ينجو، لكن ثقته تقطع فجأة بصعقة حادة من الألم. يتعثر مدركا أن جسده بدأ يخونه في أسوأ لحظة ممكنة. يعود الصداع المألوف نابضا بشدة مدمرة، أسوأ من أي وقت مضى. يقطع صوت الدليل الفوضى، يصرخ بتحذير يائس لكاماكورا، مشتتا بسبب الألم الشديد. بالكاد يلتقط رينيا الصرخة، مرتبكا من التحول المفاجئ للأحداث. يغتنم ريدفانغ الفرصة، يجمع قوته مستعدا لإطلاق هجوم ناري مدمر. يقذف الوحش سيلا هائلا من اللهب، يغمر المنطقة التي يقف فيها المبتدئ المصدوم. لا يستطيع رينيا سوى المشاهدة برعب بينما يتجه جدار النار الذي لا مفر منه نحوه. في تلك اللحظة المرعبة يتأكد أن هذه هي النهاية، مدركا أن جسده المعاق لا يستطيع الهروب. لكن بينما تمر حياته أمام عينيه تظهر ذاكرة غريبة لكيان قوي كان يتوق إلى خصوم يستحقونه. هذا الكيان الممل من قوته الساحقة جاء بفكرة عظيمة، سيخلق زنزانته الخاصة. لم يكن هدفه بناء حصن بل بوتقة مصممة لجذب واختبار أقوى المقاتلين في العالم عن طريق نشر أسلحة وأثار أسطورية بداخله. خطط لإنشاء ساحة إثبات نهائية لجذب المتحدين الأقوياء. قرر هذا الكيان القوي أنه إذا لم يكن هناك متحدون يستحقون فسوف يصنعهم بنفسه. تعود ذاكرة حاسمة إلى رينيا تكشف أن كل هجوم سحري له جوهر قابل للتدمير في الحاضر يقف دون أن يصاب، بينما تنقسم ألسنة لها بالوحش حوله. بحركة واحدة سلسة يقطع سكينه عبر سيل النار مبددا الهجوم.
لا يستطيع الدليل والمجندون سوى التحديق بدهشة وهم يشهدون هذا الإنجاز المستحيل. تصبح الذاكرة أوضح، كاشفة عن هويته السابقة. كأقوى سيد شياطين في التاريخ يقبل رينيا الحقيقة الصادمة. كان هذا الشخصية الأسطورية نفسه في حياته السابقة يدرك أنه خالق هذه الزنزانة بالذات، مما يفسر الألف المقلقة، ومع ذلك تظل ذكريات موته وكيف انتهى به المطاف على الأرض لغزا محبطا. متجاهلا ارتباكه يعيد تركيزه على ردفانغ المرتعب الآن، مصمما على التعامل مع الوحش أولا. وبعد ذكرياته يطلق الناب الأحمر زئيرا شرسا، حيث يتحول خوفه إلى غضب نقي. ينظر إلى الوحش بهدوء، محددا إياه كأول فريسة له منذ وقت طويل. يمر على وجهه ابتسامة حنين، بينما يستذكر إثارة المعركة من حياته السابقة. مدفوعا بالغضب يندفع الناب الأحمر للأمام في هجوم نهائي يائس. يتجنب رينيا الهجوم بسهولة من الجانب، دافعا الوحش ليمر بجانبه. الدليل والمجندون مذهولون، ملحوظا التغير الدراماتيكي والمفاجئ في أسلوب قتاله. يحلل ببرود حركات الوحش المتوقعة، ووجدها ضعيفة محاطا بهالة زرقاء قوية. يستعد رينيا لإنهاء القتال مرة واحدة وإلى الأبد. يطلق الناب الأحمر انفجارا هائلا آخر من النار، يستهزئ بهجوم الوحش العقيم، مفترقا اللهب بسهولة بقوته الخاصة. بعينين تحملان عزيمة باردة يعلن أن المعركة انتهت بضربة واحدة. شق أزرق مدمر يقسم الوحش إلى نصفين، منهيا هجومه على الفور. يقف فوق بقايا الناب الأحمر المتلاشية، هو المنتصر في القتال الأحادي الجانب. يترك الدليل والمجندون عاجزين عن الكلام، محطمين فهمهم للعالم. مع تلاشي آخر الجمرات يقف رينيا وحيدا، تتراجع القوة الساحقة من جسده وتغمر رؤيته إشعار نظام، مكافئا إياه على انتصاره الساحق. يكشف شاشة حالته عن قفزة ضخمة إلى المستوى السابع واكتساب مهارة جديدة قوية. يفحص رينيا إحصائياته الجديدة مفتونا بهذه الظاهرة الغريبة للترقية. يندفع الدليل نحوه، ممدحا كاماكورا لهزيمته الوحيدة لعدو مستحيل. يطلب الدليل بحماس من رينيا مشاركة تفاصيل مهارته الجديدة. يترك الدليل عاجزا عن الكلام عندما يعلم أن قدرة رينيا على سحر النار بالفعل في المستوى السادس. يبتسم رينيا عالما أن معظم الناس يستغرقون أكثر من عام للوصول إلى هذا المستوى من الإتقان، ورؤية فرصة لمشاهدة المزيد من الإنجازات المستحيلة. يشجعه الدليل على اختبار سحره الجديد. يفكر رينيا مهتما ليرى كيف يعمل السحر تحت نظام الحالة غير المألوف على الأرض، بينما يركز على صيغة وتعويذة السحر. تتدفق تلقائيا إلى ذهنه، ملفوفا يده بالنيران. ينكسر تركيزه بصراخ مرعب مفاجئ من أحد المجندين. تشير المجنة مذعورة، صوتها يرتجف خوفا من وصول جديد. يحمر وجه الدليل ويتغير لونه عندما يتعرف على وجود مخيف لزعيم متجول. يظهر غولم طاغية ضخم من الظلال، وحش يتجاوز مستواهم الموصى به بكثير. يصاب الدليل بالذعر عالما إنه من غير المألوف العثور على مثل هذا الوحش في زنزانة منخفضة المستوى. لكن رينيا يبدو غارقا في التفكير، وميض من التعرف في عينيه. تبرز ذكرى لذاته كرب الشياطين، حيث قرر إضافة زعيم يظهر عشوائيا إلى زنزانته. كان قلقا من أن المغامرين أصبحوا مرتاحين جدا في المناطق السهلة، مما يعيق نموهم. كان الزعيم المتجول حله للتخلص من الضعفاء وإجبار الأقوياء على أن يصبحوا أقوى، حتى أنه جعل الزعيم بطيئا بذكاء، مما يمنح المغامرين فرصة للهروب والتعلم من المواجهة. كان نفسه السابق فخورا جدا بهذه الخطة العبقرية التي تبدو بلا عيوب، ويتذكر حتى خادمه الذي كان يشكك في فكرته العبقرية وإن كانت مجنونة قليلا. عائدا إلى الحاضر، يشعر رينيا بالانزعاج من ذكرى عدم احترام خادمه، ويفهم الآن أن هذا الغول الطاغي هو مشكلة من صنعه، بذرة زرعها منذ زمن بعيد. يتقدم الدليل بخطوة حازمة،
مصمما على أنه لا خيار لديهم سوى القتال. يوافق هو ومجند آخر على أن يكونا طعما مستعدين للتضحية بأنفسهم. طريق هروبهم محاصرة تماما من قبل الغول الطاغي الضخم الذي يحرس المخرج الوحيد. يحشد الدليل المجندين المرعوبين للوقوف الأخير واليائس ضد الوحش، وعندما كان على وشك إصدار الأمر يتقدم رينيا بهدوء أمامه. يصاب الدليل بالذهول عندما يعلن رينيا بثقة أنه سيتولى إسقاط الغول بمفرده. لا يستطيع الحزب بأكمله سوى التحديق. عقولهم تدور من تصريحاته التي لا تصدق. يعترض الدليل بغضب مصرا على أن المبتدئ لا فرصة له ضد عدو قوي كهذا. غير متأثر، يواجه رينيا الغول الشاهق بهدوء، واثقا تماما من قدراته. تحيط يده بهالة زرقاء قوية، كاشفا أن هذه هي الفرصة المثالية لاختبار مهارته الجديدة. يقف الغول الطاغي شامخا فوق رينيا. يشع وجوده ضغطا هائلا. يبدأ في إلقاء تعويذة محددا صيغة سهم ناري بسيط. تظهر دائرة سحرية براقة أمامه تتوهج بطاقة نارية. يحلل التعويذة. يجد السحر المعتمد على نظام الأرض مستقرا، لكنه مخيب للآمال وضعيف. يراقب الدليل بدهشة مقتنعا بأن تعويذة بسيطة عديمة الفائدة ضد الجولم. يوافق رينيا بهدوء وهو يعلم أن التعويذة في شكلها الحالي غير فعالة تماما. غير متردد، يعرض دائرة السحر الأساسية على الجولم الطاغية الضخم. يظهر على وجهه ابتسامة واثقة، بينما يقرر ببساطة إعادة كتابة التعويذة إلى شيء أقوى بكثير. يتذكر الطبيعة الحقيقية للسحر، تعديل الصيغ الأساسية لخلق تعويذات شخصية قوية. يبدأ تلاوته. يأمر الأرواح بالتجمع وإعادة تشكيل السحر حسب تصميمه الخاص. يصب قوة هائلة في التعويذة. يضحي بالاستقرار من أجل قوة ساحقة لا يمكن السيطرة عليها إلا بمهارته. ينتشر على وجهه ابتسامة متعجرفة، واثقا أن نظاما بسيطا لا يمكنه احتواء قوة سيد الشياطين. تتدفق إشعارات النظام أمام عينيه. مع ارتفاع كفاءته في النار بشكل هائل، يتطور فورا إلى المستوى المتوسط. يحجب الدليل والمجندون أعينهم، مذهولون تماما من تدفق الطاقة السحرية غير المعقولة. يتحرك الجولم الطاغي بشكل غريزي إلى الأمام، يجذب إلى القوة الهائلة التي تتجمع أمامه. متجاهلا تحذير الدليل المحموم، يواصل رينيا الدفع للأمام وهو يعلم أن التعويذة لا تزال غير قوية بما فيه الكفاية حسب رغبته. في ومضة تؤكد إشعار نظام آخر أن سحره اخترق حاجزا آخر. يصل إلى المستوى المتقدم. تتحول دائرة السحر البسيطة إلى رمز ضخم معقد من نار مدمرة نقية. مع قطرة عرق ونظرة تركيز شديد، يعلن أن الانتظار قد انتهى أخيرا. يمد يده نحو السماء، مطلقا القوة الكاملة المخيفة لتعويذته المصممة خصيصا. بتركيز شديد يبدأ التحويل النهائي لتعويذته. يتجمع السحر في رمح ناري متعال ضخم يفوق حجم الجولم. بحركة واحدة سلسة يقذف المقذوف المدمر نحو هدفه. يشتعل الرمح الناري في الهواء كوميض من الطاقة المدمرة الخالصة. يصطدم الرمح مباشرة بالجولم الطاغي، يغمره في انفجار مدون. ينفجر وجه ناري ضخم بينما يستهلك الجولم تماما بقوة التعويذة. ومع تلاشي الضوء الساطع يقف بهدوء وسط الغبار المتساقط. عمل مكتمل. الجولم الطاغي القوي سابقا يتفتت. جسمه الحجري ينهار إلى كومة من الأنقاض. يبقى الجميع في المجموعة صامتين تماما، وجوههم تعبر عن صدمة وعدم تصديق خالص. يدور عقل الدليل في حالة إنكار، محاولا يائسا تبرير القوة المستحيلة التي أظهرها رانيا للتو. يعود المجندون ببطء إلى وعيهم، غارقين في الارتياح لأنهم نجوا من المحنة. يقدم الدليل شكره القلبي، لكن رينيا ينظر بعيدا غير مبال بالمديح. فجأة ينهار جسد رانيا متمايلا تحت ثقل غير مرئي. يسقط على الأرض مدركا رد الفعل العكسي من قوته الهائلة.
يرتجف جسده بلا تحكم، علامة واضحة على أن شكله البشري لا يستطيع تحمل ضغط سحر سيد الشياطين. يلتقط أنفاسه ويستنتج أنه سيحتاج إلى أن يكون أكثر حذراً عند إطلاق قوته الحقيقية. يقترب بقية الفريق بحذر من منقذهم الذي يبدو الآن ضعيفاً بشكل مدهش. في وقت لاحق يتأمل أن استعادة ذاكرته لم تزد إلا من الأسئلة حول حياته الجديدة. السؤال الأكثر إلحاحاً يطارده: كيف يمكن له أقوى سيد شياطين أن يموت؟ يتأمل لغز تجسده والنظام الغريب الذي يحكم هذا العالم الجديد. يفكر في أسرار عالمه الجديد، مدركاً أن شخصاً ما أطلق السجون عمداً على الأرض. يؤكد هذا شكوكه بأن هناك عقلاً مدبراً واحداً وراء النظام الفوضوي بأكمله. ترتسم على وجهه ابتسامة واثقة، مفتوناً بهذا التحدي غير المتوقع. يقبض على يده، معترفاً بالسجون كميدان تدريب، متعهداً بغزوها من البداية. يتخيل محتالاً على عرشه ويقسم أن يسحق أي شخص يجرؤ على المطالبة بلقبه. يتصلب تعبيره بالعزم، مستعداً لاستعادة مكانه الشرعي. تنتقل المشهد إلى المدخل المهيب للسجن السادس للمبتدئين داخل مجموعة من الكوبولد الوحشيين الموصى بها للاعبين من المستوى 20. يقف الحراس غير متردد يواجه رينيا وحده رغم كونه في المستوى 18 فقط، بينما يندفع كوبولد يحضر بسلاسة سهم نار بسيط مستعدا ليظهر لهم الفرق في القوة. يطلق سهم النار البسيط مباشرة نحو مجموعة الكوبولد المندفعة. يزأر كوبولد القائد متحد محاولا يضرب التعويذة بسلاحه. تنطفئ اللهب بلا أذى مما يدفع القطيع بأكمله للهجوم عليه بهجوم عنيف. يقيم بهدوء. السحر المبتدئ ضعيف جدا، لكن التعويذات المتوسطة ستكون مضيعة للمانا مع خطة جديدة في ذهنه. يستحضر صيغة سهم اللهب الأساسية مرة أخرى ويعيد كتابة التعويذة ببراعة مضحيا بنطاقها. لتضخيم قوتها التدميرية بشكل كبير، تتحول التعويذة فورا إلى لهب على مسافة 0 بينما يقترب من الكوبولد. يطلق التعويذة المعدلة مباشرة في وجه الوحش، محدثا انفجارا ناريا مدمرا. محاطا بالجمرة يتأمل تقنيته باستخدام مانا المبتدئين لتحقيق قوة سحر متقدم. الكوبولد المتبقية مشلولة بالخوف، تعبيراتهم الوحشية تتحول إلى رعب خالص. إشعار النظام يؤكد أن مستواه قفز فورا إلى 21. يتذكر خطته لتجاوز زنزانات المبتدئين والتوجه مباشرة إلى الزنزانات المتوسطة الأكثر مكافأة وهو مستلق على السرير. يتصفح هاتفه بهدوء بحثاً عن خطوته التالية، ويكتشف أن هزيمة زعيم زنزانة المبتدئين هي الطريقة الوحيدة لفتح تحديات أعلى. يحسب أنه بالرغم من الفارق في المستوى فإن سحره المتقدم أكثر من كاف لهزيمة الزعيم ذو المستوى 30. يبتسم لمطالبة الويكي بأن الأمر يستغرق سنوات للتخطي، ويعاهد نفسه على غزو الزنزانة بحلول الغد. في اليوم التالي يصل إلى الأبواب الضخمة المتوهجة لغرفة زعيم زنزانة المبتدئين. يلاحظ الجوهرة الزرقاء على الباب، علامة على أن الزعيم غير متحد حاليا وينتظر والطريق واضح. يستعد بثقة للدخول والمطالبة بالنصر. يتوقف فجأة ويدير ظهره شاعرا بوجود غير متوقع يختبئ بالقرب. فرقة مجهزة جيدا مكونة من 3 مبارز دبابة وساحر تحجب طريقه. قائد الفرقة يستجوب وجود رانيا مؤكدا أن كلاهما له نفس الهدف الزعيم. المجموعة تبدو مضطربة بوضوح، مصدومة من أن مغامرا وحيدا يجرؤ على تحدي الزعيم. في الغرفة يقدم رينيا نفسه بهدوء موضحا أنه لاعب منفرد ولا ينوي التراجع. قائد الفرقة مبارز مستوى 31 اسمه أوي يوتو يتقدم لتقديم نفسه رسميا، ورفيق دبابة مستوى 31 اسمه هايمورا شينجي. يقيم رينا بابتسامة واثقة. العضو الأخير معالج وساحر مستوى 30 اسمه أوي شيزوكو. يقدم تحية ودية ملحوظا اسم العائلة المشترك. يسأل رينيا بصراحة إذا كان الاثنان أشقاء، مما يربك الفتاة.
توضح شيزوكو أنهما أبناء عم ويشجعانه بلطف على مناداتهم بأسمائهم الأولى. يوافقون بسرعة على المصطلحات غير الرسمية، مؤسسين علاقة ودية بشكل مفاجئ. قبل الغارة يقترح يوتو التراجع، لكن رينا يرد باقتراح جريء لغزو الزعيم معا. يتردد المبارز مذكرا رينا أن الانضمام يعني تقسيم نقاط الخبرة. يتجاهل رينيا القلق بسهولة، مما يترك الفرقة بأكملها صامتة من عدم اكتراثه بالمكافأة. يمد يوتو يده بفرح شاكرا رينا ومتحمسا لقبول التعاون. يختتمان الصفقة بمصافحة حازمة، مؤسسين تحالفا مؤقتا رسميا. إشعار النظام يؤكد قائمة الفرقة الجديدة مع تعيين يوتو كقائد ومع تجميع الفريق. يبدأ يوتو في توجيه ماناه إلى جوهرة الباب لفتح غرفة الزعيم. تعبر شيزوكو عن امتنانها لمساعدته، ويرد رينا بالمثل بصدق. يكشف فلاش باك عن نفسه كملك شياطين معترفا بأنه ممتن حقا. بعد عمر من خوض معاركه وحيدا يتذكر إعجابه السري بالأبطال الذين تعاونوا. لم يتخيل أبدا أنه سيكون يوما منهم. يشعر بدفء حقيقي متأثرا بهذه الصداقة غير المتوقعة. تشرح شيزوكو أن مجموعتها من أصدقاء الطفولة قرروا تحدي الزعيم بعد 6 أشهر فقط من كونهم باحثين. يستمع رينيا بانتباه. قصتها تذكره بأبحاثه. يتذكر الويكي الذي ذكر أن الأمر يستغرق في المتوسط من 2 إلى 3 سنوات لتخطي هذه الزنزانة، معجبا يثني على تقدمهم السريع. بينما ينهي يوتو فتح الأبواب الضخمة، تفتح الأبواب ويستعد الفريق الجديد لدخول مجال الزعيم. تسأل شيزوكو رينيا بفضول عن خبرته الخاصة كطالب مغامرات، يتهرب من مدحها كاشفا بشكل عفوي أنه كان طالبا ليومين فقط. تتجمد الفرقة بأكملها وتلتفت إليه بتعبيرات صدمة كاملة ومطلقة. يرفع رينيا إصبعيه بهدوء مؤكدا إدعاءه الذي لا يصدق بابتسامة واثقة. الفريق مذهول تماما من الكشف أنهم تعاونوا مع مبتدئ تام. صدى عدم تصديقهم يتردد في غرفة الزعيم الواسعة وهم يعالجون ادعاءه الذي دام يومين رافضين قبوله. يوتو يطالب بعنف برؤية رخصة الباحث الخاصة برينيا كدليل، غير متأثر بالاتهام. يقدم رينيا بهدوء بطاقة رخصته الرسمية. الثلاثي يحدق في البطاقة، وتتحول تعبيراتهم إلى صدمة تامة عندما تؤكد أنه سجل فقط بالأمس. يوتو يعقل أن رينا لابد أن يكون قد استخدم أدوات مكلفة لتجنب الوحوش للوصول إلى الطابق السفلي. شيزوكو تعتذر عن تشكك ابن عمها، رغم أنها تبدو قلقة أيضا من تهور رينا. تعبر عن قلقها مؤكدة على الخطر الشديد لكون الباحث مبتدئا لمدة يومين فقط. متحد الزعيم النهائي. يعترف رينا داخليا بقسوة حكمهم، لكنه يتذكر بفخر هويته الحقيقية. كونه رب شيطان سابق يقرر أن الكلمات لا جدوى منها، ويقرر إثبات قوته الساحقة في المعركة القادمة. يضيق نظر رينيا الحاد وهو يشعر بأن هناك شيئا خاطئا بعمق في الوضع. الفريق يفحص الغرفة الفارغة الواسعة متسائلين عن غياب الزعيم الملفت للنظر. تعبر شيزوكو عن قلقها لرينيا، مؤكدة على الجو الغريب والمقلق في الغرفة. يوتو يطلب بيأس من شيزوكو فتح المخرج، لكنها تدرك فجأة أنهم محاصرون. إشعارات حمراء مشؤومة تغمر الغرفة، تعلن عن استدعاء زعيم إضافي بسبب حجم فريقهم. هيمورا يتراجع مصدوما، غير قادر على فهم مصطلح الزعيم الإضافي. يتحطم ثقة يوتو إلى ذعر خالص بينما يخرج الوضع عن سيطرتهم تماما. بينما يجن جنون حلفائه الجدد، يظل رانيا هادئا تماما يحلل هذا الحدث غير المتوقع بفضول. أسد رائع يلتف بالنيران يتجسد أمامهم، ونظره الناري يثبت على الفريق. يقف الفريق بأكمله متجمدا، وجوههم مزيج من الرعب وعدم التصديق وهم يواجهون الزعيم المخفي الأسطوري. يودو يذعر صارخا أن معلوماتهم الاستخباراتية لم تذكر أبدا وجود زعيم مخفي كهذا. حتى رينيا مرتبك، يحاول تذكر إذا كان قد صمم مثل هذه الخاصية في زنزانته الخاصة، يائسا للحصول على إجابات. يأمر يوتا شيزوكو بتقييم الوحش، فتطيع بتوتر. تركز شيزوكو معناها
مفعلة مهارة التقييم لتحليل العدو الجديد. تكشف المهارة هوية الوحش. أسد ملتهب، مخلوقا يعرف بعرشه الناري. الأسد المخيف يقف أمامهم، جسده كله ملفوف بنيران مخيفة. وجه شيزوكو يفقد لونه. يكشف التقييم أن المستوى الموصى به للزعيم هو 40. يتحطم أمل يوتو مدركا أنهم أقل ب10 مستويات لمواجهة هذا الخصم. يشكك في منطق الزنزانة متسائلا: لماذا منطقة للمبتدئين ستولد؟ مثل هذا الوحش القوي بلا مهرب يستعد الفريق للقتال، مقبلين على مواجهة هذا التحدي المستحيل. معا تتسع عين رينا في ومضة مفاجئة من الذاكرة، مدركا أصل هذه الكارثة. يتذكر نفسه في الماضي رب الشياطين، يشتكي من أن استكشاف الزنزانة أصبح آمنا ومملا جدا. يتذكر رب الشياطين المغامرين الذين يفرون ببساطة من وحوشه المتجولة متجنبين أي تحد حقيقي. منزعجا من جبنهم، قرر أن هذا النهج الآمن لن يصنع أبطالا حقيقيين. ولإضفاء الإثارة، صمم نظاما لاستدعاء زعيم إضافي قوي. بعد عدد معين من الانتصارات اعترض مساعده، مجادلا أن مثل هذه الخاصية ستكون حكما بالموت لمعظم المتحدين. أكد رب الشياطين ببرود أن بمجرد الحصار في غرفة الزعيم لن يكون هناك مهرب. فكر لفترة قصيرة في وجهة نظر مساعده، معترفا أن الفكرة قد تكون متطرفة بعض الشيء. بدلا من إزالتها، قرر فقط زيادة عدد الفرق المطلوبة لتفعيل الحدث. في الماضي تخلص رب الشياطين من مخاوف مساعده، محتفظا بقراره النهائي لنفسه. في الماضي تقدم رب الشياطين بثقة، تاركا مساعده يتأمل تصاميم سيده العظيمة. يبتسم رينا متذكرا كيف ذعر وضبط عدد التفعيل عاليا جدا لدرجة ظن أنه من المستحيل الوصول إليه. يدرك بسخرية قاتمة أن المستحيل قد حدث، لم يفعل في عالمه القديم بل هنا على الأرض. كان عدد المتحدين في هذا العالم الجديد هو المتغير الوحيد الذي لم يحسبه. بدلا من اليأس، يغمر رينيا دموع فرح خالص غير مخلوط عند هذا التحول المعجزي. يشعر برغبة طاغية لمشاركة هذه اللحظة المثيرة مع رفاقه المرتعبين. يعود إلى الواقع فجأة، يدير وجهه مفاجئا أعضاء فريقه الذين ما زالوا متجمدين من الخوف. يقف أمامهم كشخص وحيد مفعم بالحماس وسط بحر من الرهبة والارتباك. يحيط به هالة غريبة بينما يقبض رينيا على قبضته متسائلا: لماذا؟ هو الوحيد المتحمس لهلاكهم الوشيك. يطلق الأسد الناري زئيرا صامتا ناريا، وعيناه المتقدتان مثبتتان على الحزب المختل. يقيم رانيا الوضع بهدوء، مستنتجا أن مقاومة الأسد الناري للنار ستجعل الأمور معقدة، ويدرك أن ترسانته الحالية محدودة بسحر النار، مما يجبره على ابتكار استراتيجية جديدة ذكية. بينما لا يزال أوتو يقلل من شأنه، يصرخ للروكي رينا بالعودة إلى الأمان. ومنزعجا من جهلهم، يقرر رينيا أن الوقت قد حان لتحطيم مفاهيمهم الخاطئة عن قوته. لكن قبل أن يتحرك، يتغير رأيه فجأة. يوقف خطته ويتذكر هدفه الأصلي من خلق هذا الزعيم: لاختبار المتحدين وتعزيز نموهم. التدخل بنفسه سيحرم حزب أودو من التحدي الذي صممه لهم. بعزيمة جديدة يتراجع ويقرر أن يثقل معركة لرفاقه. يراقب من على الهامش دافعا ثلاثي لمواجهة الوحش المرعب الذي خلقه. وفجأة يندفع الأسد الناري هجوما شرسا على الحزب غير المستعد. يستعد يوتو وهيمورا للهجوم الوشيك، ويتخذان مواقعهما الدفاعية. يراقب رينيا بفضول أكاديمي، مستعدا لرؤية ما إذا كان رفاقه يمتلكون ما يلزم للبقاء. يخطو هيمورا بشجاعة إلى الأمام، مستفزا الوحش لجذب انتباهه إلى درعه. يتجاهل الأسد الدبابة، بل يندفع بجانبه بسرعة مخيفة، ويعيد توجيه هجومه بذكاء. يلوح بذيل نار ضخم مباشرة نحو يوتو. ينظر يوتو إلى الأعلى بصدمة بينما ينحدر القوس الناري، لا يترك له مجالا للهروب. بالكاد يتفادى الهجوم السريع، محبطا من ردود فعل الوحش المتفوقة. يحذر يودو فريقه
من أن لهب المخلوق سيحرقهم عند التلامس. يراقب رانيا بنظرة نقدية، ملاحظا أن المقاتلين في الخط الأمامي بالكاد يثبتون أقدامهم. يبتسم مستذكرا العضو الثالث في الحزب بينما تبدأ شيزو في تركيز سحرها. تشتعل عين شيزو بالعزم وهي تستعد لإطلاق سحرها. تطلق كرة ضخمة من الماء على أمل إخماد لهب الوحش. يصطدم التعويذة بالأسد، لكن هالته النارية تتبخر الماء على الفور. يتبخر هجومها إلى لا شيء أمام حرارة المخلوق الشديدة. تحدق شيزو بدهشة. تعويذتها الأقوى أصبحت عديمة الفائدة تماما. يقيم رينيا بهدوء أن سحرها منخفض المستوى ببساطة، لدرجة أنه لا يستطيع اختراق دفاعات الأسد. رافضا اليأس، يندفع يوتو إلى الأمام لإعادة الاشتباك مع الوحش. يتبعه هيمورا مستحضرا درعا سحريا لحماية زملائه. ينسق المقاتلان هجومهما، محيطين بالوحش من كل الجانبين. غير مبال، يحدق الأسد النار بغضب، قوته بعيدة عن التلاشي. يحتفل يودو مبكرا معتقدا أن ضربة سيفه أصابت هدفها. يتصاعد أمل هيمورا معتقدا أن الهجوم المستمر قد يهزم الوحش فعلا، لكن نجاحهم القصير. يغضب الأسد الناري الذي يطلق زئيرا مدويا. الجرح على جانب الأسد يتوهج بحرارة شديدة ويبدأ في الشفاء فورا. يشاهد يوتو برعب اختفاء الجرح، مدركا أن جهودهم كانت عبثية. يرد الأسد المتجدد بالكامل بهجوم مضاد سحري. يغمر دفاع أودو بانفجار هائل من الطاقة النارية يلتهم المقاتلين في الخط الأمامي. تنظر شيزو برعب وهي تشهد زملائها يتعرضون للهجوم القوي، فتندفع إلى العمل. تسرع إلى الأمام مستعدة لإلقاء تعويذة شفاء على رفاقها الساقطين. يحول الأسد تركيزه فورا. عيناه المتوهجتان باللون الأحمر تثبتان على المعالجة الضعيفة. تتجمد شيزو مشلولة بسبب التحول المفاجئ في انتباه الوحش. حتى وهي مصابة، كانت أول فكرة ليوتو هي سلامة شيزو. يستخدم هيمورا الدبابة الساقطة آخر قوته لتحذيرها بالفرار. يواجه الوحش الضخم المعالجة الوحيدة، فمه الناري مفتوح في زئير مرعب. وبينما ينزل المخلب الناري تواجه الواقع المظلم لمصيرها. يتدفق شعور بالتحدي عبرها وهي ترفض فكرة الموت هنا، لكن قبل أن يضرب الوحش تعترض قوة غير مرئية الضربة بصوت مدو. تسقط على الأرض، تنظر إلى الأعلى بدهشة. أنقذت معجزة من الضربة القاتلة. تنظر إلى الأعلى بحيرة لترى ظهر رينيا. هالة دوارة تكشف أنه كان منقذها الغامض. تكافح عقلها لاستيعاب المستحيل. تثبت نظرها على الروكي الذي أنقذ حياتها للتو. يزأر الأسد الناري مذهولا للحظة، لكن بعيدا عن الهزيمة بسبب التدخل غير المتوقع. يلاحظ رينيا بهدوء أن مقاومة الوحش للنار عالية تماما كما صممها، ويستنتج أن تعويذته المرتجلة الفورية كانت مجرد جزء صغير من قوته الحقيقية. ينتشر على وجهه ابتسامة واثقة وهو يعترف بالفارق الهائل في القوة بينهما، ويقرص أصابعه. يستمتع بتحدي مواجهة خلقه القوي للغاية. يقف كحارس وحيد يحمي شيزوكو المرتبكة من غضب الوحش. يفكر رينيا ببرود في أفضل طريقة لتفكيك الزعيم المخيف الذي أحيا، ويأمر شيزوكو بالعناية بزملائها المصابين، متوليا القتال بثقة بنفسه. تثق بكلماته. تسرع بعيدا تاركة المبتدئ. يواجه الوحش الناري وحيدا. يرد الأسد الغاضب بضربة مخالبه العملاقة المشتعلة باللهب الزاخر. يواجه رينيا الوحش الشاهق غير متأثر بحجمه وقوته الهائلة. يعلن بجرأة أنه الخصم الحقيقي للوحش. يطلق الأسد زئيرا غاضبا وينقض عليه بضربة سريعة. يتجنب رينيا بخطوة جانبية الضربة المدمرة التي تهشم الأرض. يدور الوحش متفاجئا من أن هجومه أخطأ هدفه تماما. يقف دون أن يمسه شيء. يراقب بهدوء هجوم المخلوق العقيم. تكشف ابتسامة عارفة أنه مجرد يلعب مع خلقه القوي. يبدأ في جمع طاقة زرقاء باردة في راحة يده. يزمجر الأسد المشتعل شاعرا بقوة جديدة وخطيرة تنبعث من المبتدئ. نظرة رينيا الباردة تشير إلى أن وقت اللعب قد انتهى رسميا. يثبت الوحش نظره الناري على رينيا.
معترفا به كتهديد حقيقي. يضع بسرعة خطة جديدة مستنتجا أن القتال عن قرب هو الحل. مع وضع خطته يبدأ في نسج تعويذة جديدة ومعقدة يطلق رينيا تعويذة فريدة، بناء لها بدون مسافة، مصمم للنطاق القريب جدا، يتحكم بخبرة في صيغة التعويذة. مضغوطا نطاقها الفعال إلى بضعة سنتيمترات فقط، تتحول التعويذة لتلف يده بهالة نارية محكمة قوية تغلف قبضتيه بحاجز ناري مثالي للحماية والضرب على حد سواء. ثم يوجه السحر في جميع أنحاء جسده، معززا قدراته البدنية بعد الانتهاء من تحضيراته. يبتسم بثقة، قبضتيه الآن تتوهجان بقوة هائلة دون تردد. يندفع للأمام لمواجهة الوحش مباشرة، يطلق وابلا غاضبا من اللكمات المعززة بالسحر مباشرة على وجه الوحش. يزمجر الأسد المشتعل بغضب، مذهولا من الألم غير المتوقع من الهجوم القريب. مستخدما ظهره كقاعدة ارتكاز، يواصل رينيا هجومه المستمر وهو يركب الوحش المندفع. تضيق عيناه بالتركيز وهو يستعد لضربة نارية مدمرة أخرى. يزأر الوحش بعدم تصديق، غير قادر على فهم كيف يمكن لإنسان أن يتغلب عليه من مسافة قريبة. في حركة يائسة يطلق الأسد موج صدمة قوية لطرده بعيدا. يهبط رينيا بسلاسة، محددا بشكل صحيح، محاولة الوحش لخلق مسافة بانفجار سحري، لكن تلك الخطة تثبت عدم جدواها إذ يغلق المسافة فورا مرة أخرى، رافضا منحه مجالا للتنفس. تعده نظراته الباردة بأنه لن يكون هناك مهرب من هذا المواجهة. في بعده بضرب قبضة مشحونة بالسحر في جانب الوحش مرة أخرى. تصطدم قبضته بوميض مبهر مطلقة سيلا من القوة السحرية، غير متأثر، يقف ثابتا. الطاقة المتبقية من هجومه لا تزال تدور حوله، يتغير تعبيره قليلا، كاشفا أنه لاحظ شيئا غير متوقع عن خلقه. يزأر الوحش متحد متعبا، لكنه لم يهزم من الهجوم المستمر. يرد بقفزة شرسة نحو رينيا بمخالبه الممتدة. تنتهي قفزته بتأثير مدمر وابتلاع المنطقة بالنيران بعد أن تفاد الضربة بسهولة. يزيل سحابة الغبار بحركة بسيطة. يلاحظ ببرود أن خلقه يثبت أنه أقوى مما توقع، مدركا أن القوة الغاشمة غير كافية. يقرر أن نهجا جديدا مطلوب للضربة النهائية. يقرر إنهاء القتال بضربة حاسمة واحدة، مدركا أن الهجمات المتهورة ستجعل الأسد أكثر خطورة. يشد قبضته مدركا أن سحر النار وحده لن يكون كافيا لإنهاء المهمة. فكرة مفاجئة تجعله يلتفت نحو زملائه المراقبين، يرى حزبه المتعب. مع استمرار شيزوكو جاهزة لتقديم الدعم، تعبير وجهها القلق يمنحه القطعة الأخيرة من استراتيجيته الجديدة. تخطر له فكرة رائعة تغير تماما نهجه في المعركة. يدرك أنه لا يجب أن يواجه هذا التحدي الساحق بمفرده. يدرك أن حلمه ليس أن يكون بطلا وحيدا، بل أن يقاتل إلى جانب أصدقائه. وبوضوح جديد تتلألأ عيناه بإحساس متجدد بالهدف. يدير ظهره للأسد الذي أصبح مرتبكا بشكل كوميدي الآن، وينادي شيزوكو المندهشة بابتسامة واثقة. يعلن أنه يحتاج إلى قوتها للفوز في هذه المعركة. شيزوكو مذهولة تماما وتشير إلى نفسها بعدم تصديق طلبه المفاجئ. يوجهها بشكل عاجل لنشر سحر الماء الذي أعدته سابقا. رغم دهشتها تفهم بسرعة وتوافق على اتباع قيادته. تؤكد دورها، مفترضة أنها بحاجة لخلق فتحة في دفاعات الوحش. يوضح رينيا أن مهمتها الوحيدة هي إكمال بناء التعويذة لا أكثر. تراقبه وهو يقف بثبات أمام الوحش الزائر، مستعدا ليشتري لها الوقت الذي تحتاجه. يختفي شكها ويحل محله عزم قوي لوضع ثقتها الكاملة في خطته. بعزيمة متجددة تبدأ في نسج تعويذة ماء قوية، دائرة سحرية تتوهج حول عصاها. تطلق تعويذتها مرسلة سيلا من الطاقة السحرية الزرقاء نحو الوحش الناري. تركيزها محكم بينما تتحكم بخبرة في تدفق سحرها القوي. الأسد الغاضب يندفع للأمام مصمما على إيقاف تعويذة شيزوكو بأي ثمن. شيزوكو تصمد، تعبير وجهها يشتد بالعزم، وهي تواصل توجيه سحرها. رينيا يقف بثبات، سحره الناري يتأجج.
يستعد لاعتراض هجوم الوحش، يواجه غضب الوحش بلكمة متفجرة أخرى، يشتري لزميلته ثوان ثمينة. الأسد يزمجر مذهول للحظة، لكنه يواصل الدفع بقوة هائلة بحركة واحدة. يستحضر رينيا سلسلة من النار الخالصة، يأمر الوحش بالتوقف. القيد السحري يصدم الأسد، يلتف حوله ويتسبب في زئيره من الألم. تصادم القوى العنصرية ينتج سحابة ضخمة من البخار والغبار تغطي ساحة المعركة. من خلال الضباب تراقب شيزوكو بقلق، تعويذتها المائية القوية مكتملة الآن. تنتظر بقلق أمره التالي، غير متأكدة من كيفية استخدام تعويذتها المكتملة. يخبرها رينيا بثقة أنه سيتولى بقية الخطة. فجأة يضع يده فوق يدها على العصا مما يفاجئها. شيزوكو المحرجة تسيء فهم الموقف تماما، معتقدة أنه يحاول الاقتراب منها أثناء المعركة. يوجهها بهدوء لتجاهل لمسه، والتركيز فقط على طاقتها السحرية يزداد ارتباكها، غير قادرة على فهم طلبه الغريب. ثم تصدم عندما ترى سحر الماء الخاص بها يتحرك بشكل مستقل حول عصاها. يكشف رينيا الحقيقة المذهلة، أنه يتحكم الآن في سحرها. يعلن أن تحضيراتهم مكتملة، موضحا أن ما يفعله هو إنجاز استثنائي. تتعلم شيزوكو أن الساحر الماهر يمكنه إعادة كتابة تعويذة أخرى، لكن فقط بموافقتهم. يعترف رينيا أن التلاعب بقوتها ليس سهلا مثل استخدام قوته الخاصة. يعترف بوجود قيد حاسم، لا يمكنه ببساطة ترقية تعويذة أساسية إلى مستوى عال هذه المرة. أفضل ما يستطيع فعله هو تعويذة بمستوى متوسط، وهو يعلم أنها عديمة الفائدة ضد دفاعات الوحش الزائر. لكن مع تمازج طاقاتهم العنصرية يكشف أن لديه خطة مختلفة تماما في ذهنه. يشرح استراتيجيته الجريئة. دمج سحر الماء الخاص بها مع سحر النار الخاص به، تعويذتان لا يجب أن تعملان معا. بحركة دقيقة يبدأ المهمة المستحيلة. نسج العنصرين المتعارضين في بناء واحد. تراقب شيزوكو بدهشة وهو يتحدى قوانين السحر نفسها. يجبر التعويذتين على التداخل. تستقر الطاقات المتضاربة للنار والماء في حلقة قوة دوار مثالية حولهم. هذا الإنجاز يجب أن يكون مستحيلا، حيث أن دمج العناصر المختلفة عادة ما يؤدي إلى فشل سحري كارثي. يشعر الأسد المشتعل بالخطر الهائل ويطلق زئيرا غاضبا مستعدا للهجوم، لكن رينيا قد أطلق ظاهرة نادرة تخلق تأثيرا تآزريا يضاعف قوتهما 10 أضعاف، ويعلن أن المعركة انتهت. يطلق قوتهما المدمجة، تعويذة جديدة ولدت من تآزرهما، اللهب الأزرق الرائع. يندفع الأسد المشتعل بتهور، يواجه الاندماج المستحيل للنار والماء مباشرة. يبتلع الوحش على الفور. جوهره الناري الخاص يطفأ بواسطة سيل أزرق هائل، انفجار كارثي من الطاقة الزرقاء يبيد الوحش تماما دون أن يترك شيئا خلفه. شيزوكو تحدق في صمت مذهول، غير قادرة على استيعاب القوة التدميرية الهائلة لسحرهم المشترك. زملاؤهم يشاهدون من على الهامش، تعابير وجوههم مزيج من الإعجاب والدهشة التامة. في أعقاب المعركة لا يبقى سوى أثر طاقة متلاشي. حيث كان الزعيم القوي يقف، إشعار من النظام يؤكد انتصارهم، تاركا شيزوكو مذهولة. بينما تبقى رينا متماسكة، تغمره الإشعارات وهو يرتقي بعدة مستويات ويحصل على زيادة هائلة في إحصائياته. واقفا في القاعة الهادئة يشعر بإحساس عميق بالإنجاز، فهم جديد يتبلور لديه. رينيا يتأمل في التجربة العميقة للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائه لتجاوز تهديد عظيم. في الوقت نفسه تشعر شيزوكو بأنها عديمة الفائدة تماما، معتقدة أنها لم تساهم في النصر على الإطلاق. الأعضاء الآخرون في الفريق الذين ما زالوا يتعافون مقتنعون بأن رانيا هزم الوحش بمفرده. كاهنتهم لا تستطيع سوى التحديق بإعجاب. لا تزال تعالج القوة الهائلة للهجوم النهائي. تحمر خجلا، موافقة على أن عرض القوة كان غير مسبوق. يبتسم رينيا لنفسه وهو يشعر وكأن التجربة كلها كانت حلما فقط.
المحارب ذو الشعر الأحمر يكسر الصمت وينحني بعمق شاكرا رينيا على إنقاذ حياته. رينيا يرفض الامتنان بتلقائية، مذكرا إياه بأنه كرفيق، الدعم المتبادل المتوقع. باقي الفريق يشاركهم الرأي، معترفين بأنهم شعروا بأنهم عبئا أكثر من كونهم مساعدين خلال المعركة الشديدة. محولا التركيز يوجه رينيا انتباههم إلى نواة الزنزانة، قائلا لهم حان الوقت للمطالبة بمكافأتهم. الكاهنة تشير إلى نواة الزنزانة داعية رينيا للمطالبة بجائزته. يتقدم رينيا ويضع يده على الكرة المتوهجة ليعلن رسميا تخطي الزنزانة. إشعار من النظام يؤكد انتصارهم، وتنزل كرات ضوء لمنح كل عضو مكافأته. يحصلون على بلورة انتقال، عنصر نادر يسمح بالسفر السريع بين الزنزانات التي تم تخطيها. يحتفل باقي الفريق بوضعهم الجديد كطالبين متوسطين، قادرين أخيرا على مواجهة زنزانات أصعب. لكن يظهر إشعار آخر يمنح مكافأة خاصة لهزيمة الزعيم المخفي. شيزوكو مذهولة لتعلم أن المكافأة هي كتاب يمنح كفاءة في سحر النار من المستوى الخامس. الكاهنة تعجب بالكتاب السحري النادر جدا، جائزة مناسبة لتحديهم غير المتوقع. تسأل شيزوكو كيف عرف رينا محتويات الكتاب، ويكشف هو بتلقائية أنه استخدم مهارة التقييم. تبقى صامتة مدركة أن الرجل الذي كانت تسافر معه كان يخوض الزنزانات بدون مهارة تقييم أساسية. حتى الآن شيزوكو تصاب بالذعر وتوبخه على المخاطر الهائلة التي أخذها باستكشافه دون مهارة تقييم أساسية. يذكرها بلا مبالاة إنه طالب منذ يومين فقط. حقيقة تتركها مذهولة تماما. تعترف بأن قوته الساحقة تجعله لغزا لا يمكنها فهمه. رينيا يبتسم ببساطة وهو يحمل كتاب سحر النار النادر، ويفكر في خطوته التالية في تحول مفاجئ. يعرض المكافأة الثمينة على شيزوكو المصدومة. تحتج، لكنه يكشف أنه لا يحتاجها لأن كفاءته في النار بالفعل على المستوى المتقدم. تشير الكاهنة إلى القيمة المالية الهائلة للكتاب، مما يجعل الفريق بأكمله يشكك في قراره. يتوقف رينيا مازحا معيدا النظر في عرضه. الآن بعد أن عرف قيمته يظهر على وجهه نظرة ماكرة، وكأن فكرة تلمع في ذهنه. فجأة يلفت انتباهه جسم متوهج آخر يتشكل في غرفة الزعيم الخالية الآن. يركع ليلتقط العنصر الجديد، معرفا إياه كحجر سحري مشابه للذي استلمه من قبل. يقترح رانيا صفقة، يعرض الكتاب الثمين مقابل الحجر السحري المكتسب حديثا مع تخطي الزنزانة. يقرر أعضاء الفريق المتعبون إنهاء يومهم وإنهاء استكشافهم. شيزوكو المحرجة تمسك الكتاب وتشكر رينا بخجل على كل شيء، بابتسامة مشرقة تعبر عن رغبتها الصادقة في المغامرة معه. مرة أخرى في المستقبل يشاهدها زميلاها الذكور من الجانب، يشاركان نظرة معرفة وممتعة على تغير سلوكها، يمازحانها حول لطفها الجديد، مما يدفع شيزوكو إلى انفجار محرج. في اليوم التالي مباشرة لا يضيع رينيا وقتا، ويقرر فورا خوض زنزانة بمستوى متوسط. يصل وحيدا إلى مدخل الزنزانة السادسة للمبتدئين، مستعدا لتحديه التالي. للوصول إلى هدفه يجب أن يتجه أولا إلى منطقة النقل الموجودة داخل هذا الزنزانة للمبتدئين. تقف رانيا داخل دائرة سحرية متوهجة تحددها كمنطقة النقل، ويفحص بلورة النقل. مكافأة للمبتدئين، يمكنها فقط نقله إلى زنزانة متوسطة واحدة وبلمحة من العزم. يفعل البلورة مبدئيا تسلسل النقل، ويتجسد في كهف جليدي مهجور، محبطا لأن النقل العشوائي لم يقوده إلى زنزانة ذات قيمة عالية. يخطر له إدراك مفاجئ إذ يتعرف على المشهد المتجمد كواحد من إبداعاته في حياته السابقة، ويتذكر أن هذه الزنزانة تقع في منطقة إرتول غير الشعبية، مكان لم يطوره أبدا، مما يجعلها عديمة القيمة تماما. الرقيب السابق للشيطان يصاب برعب كوميدي عندما يدرك أنه أرسل إلى أقل إبداعاته المفضلة، وبعد أن يستجمع نفسه يراقب الوحوش المحلية وهو يندب هدفه في إيجاد قدرات غير النار. يظهر وحش جليدي مؤكدا لذاكرته،
أن هذه الزنزانة لا تحمل له أي قيمة، مع طريقه المسدود وعدم وجود مكافآت في الأفق. يستنتج أن طريقه الوحيد للخروج هو حجر النقل. يتذكر أن حجر النقل، وهو غنيمة نادرة من الزعماء، هو المفتاح لإضافة وجهات جديدة إلى بلورته. يشعر رانيا بالإحباط عندما يدرك أن حجرا واحدا فقط كان سيسمح له باختيار وجهته بحرية. تخطره فكرة جديدة: قد تحمل هذه الزنزانة مفتاح الزنزانات المتقدمة، لكنه ليس مستعدا بعد لهذه القفزة. يلعن نفسه الماضي على هذا الخطأ الفادح في تصميم الزنزانة، خطأ يطارده الآن. يقرر مسار عمل جديد ويعزم على استخدام بلورته والعودة إلى السطح فوراً. يكشف فحص سريع لحالته عن إحصائياته المثيرة للإعجاب وقدرته المتقدمة على النار. رغم مستواه المنخفض، يدخل رانيا لأول مرة إلى نقابة الباحثين المزدحمة في المدينة، مستمتعاً بالأجواء الحيوية. يعجب بعدد المغامرين الهائل وتنوع السلع المتاحة للشراء، تغمره موجة من الحنين. ويتمنى لو كان قد شهد مثل هذا المجتمع النابض بالحياة في عالمه السابق. يتجه رانيا إلى المنضدة، ويخبر موظفة الاستقبال أنه ينوي شراء حجر نقل، فتطلب منه موظفة النقابة بأدب أن يظهر رخصة الباحث الخاصة به للتحقق. فيقدم رانيا بهدوء بطاقة هويته التقنية العالية، وتخبره بأسف أن أحجار النقل محصورة على الباحثين ذوي الخبرة. يسمع مغامر قريب ذلك ويشير إلى أن رانيا مجرد باحث جديد. فيتجه الرجل ذو الشعر الطويل بنظرة متعجرفة ويقيس رانيا ساخرا، مشيرا إلى وضعه كمبتدئ أمام موظفة الاستقبال المحرجة. ينتشر على وجه الرجل ابتسامة متعالية، مستمتعا بالوضع، ثم يمشي المغامر المتغطرس مبتعدا، تاركا رانيا يواجه سياسات النقابة الصارمة. تعيد موظفة الاستقبال بحزم القول: إن الشراء مسموح فقط لمن أنهى زنزانة للمبتدئين. يكشف رانيا بهدوء أنه قد هزم بالفعل زعيم زنزانة المبتدئين، مما يصدم موظفة الاستقبال ويجعلها تصمت. ويفاجأ المغامر المتغطرس تماما، وتختفي ملامح تعجرفه في لحظة. تتحقق من ادعائه بملاحظة توهج بلورة النقل الخاصة به، مؤكدة أنه أنهى زنزانة في 3 أيام فقط. تشير موظفة الاستقبال إلى أن إنهاءه خلال 3 أيام يحطم الرقم القياسي الوطني الذي هو شهر كامل. رغم صدمتها، يبقى رانيا غير متأثر، عالما أن إنجازه الذي يبدو مستحيلا هو حقيقة، ويجذب الضجيج عند المنضدة. انتباه الباحثين الآخرين الذين يفاجؤون برؤية موظفة الاستقبال في هذا الارتباك، وتنتشر الهمسات في النقابة. بينما يتكهن المغامرون بأنه ربما استند إلى فريق أقوى مما يثير استياء رانيا. يرى المغامر المتغطرس الذي سخر منه في البداية فرصة لإثارة المزيد من المشاكل محاطا بطاقمه. يقترب المغامر من رانيا بابتسامة تهديدية، مستعدا لفرض سيطرته، ويحيط مجموعة من الباحثين المخضرمين بالمبتدئ الوحيد، مما يخلق مواجهة متوترة ومرعبة في وسط النقابة. ويتعرف المتفرجون على الرجل باسم أوساكو، باحث من الدرجة جي، مشهور بسحق معنويات الوافدين الجدد الواعدين. يقيم رانيا بهدوء خصمه، ملاحظا أن باحثي الدرجة جي يصنفون حسب مستواهم المثير للإعجاب. يؤكد مراجعة سريعة لرتب الباحثين أن أوساكو هو مخضرم عالي المستوى، يفوق المبتدئ العادي بكثير. يقترب أوساكو من وجه رانيا، متهما إياه بالكلام الفارغ حول إنجازه القياسي. يرد رانيا بهدوء على الاتهام. بينما تراقب موظفة الاستقبال المرتعبة رده الجريء، يعلن المخضرم: سيختبر بنفسه ادعاءات رينيا، متجاهلا توسلات موظفة الاستقبال اليائسة لتهدئة الأمور. يبرر أوساكو عدوانيته بأنها خدمة للنقابة وطريقة لكشف الاحتيال المحتمل. يمنح رينيا إنذارا نهائيا: اعتذر وابتعد أو واجه العواقب، مع ابتسامة واثقة خفية. يتخذ رينيا قراره دون كلمة. يقبل التحدي بجرأة، ويعد بإظهار مكانة الباحث المخضرم الحقيقية. تنتقل المشهد إلى ساحات تدريب النقابة، حيث يواجه الاثنان بعضهما البعض مستعدين للمبارزة وسط مراقبة النقابة بأكملها.
يهمس الحشد معترفين بلقب أوساكو الشهير كساحق المبتدئين، يهز المتفرجون رؤوسهم. يندب البعض حظ المبتدئ السيء لسحب غضب المخضرم مقتنعين بالنتيجة. يقترح بعض المغامرين تجهيز معالج الطوارئ بعد المواجهة. يسخر أوساكو من رينا متسائلا إذا كانت حقيقة المبارزة قد أخيرا تجعله خائفا. يتلوى وجه المخضرم بالخبث وهو يعد بجعل رينيا يدفع ثمن عدم تراجعه. يقاطعه رينيا بابتسامة متحد أوساكو أن يدع أفعاله تتحدث. تعود ابتسامة أوساكو المتعالية غاضبا من غطرسة المبتدئ الثابتة. تقف موظفة الاستقبال المتوترة بين المقاتلين مؤكد استعدادهما للمضي قدما بإشارة سريعة تعلن بدء المبارزة. وينفجر أوساكو فورا بهالة نارية. يفعل مهارة تعزيز جسدي. جسده يفيض بالقوة وهو يستعد للهجوم. يحلل رينا بهدوء تعزيز المخضرم الجسدي. يعتبره جيدا لكنه متوقع. ويخلص بثقة إلى أن مثل هذا التعزيز البسيط يمكن تفكيكه بسهولة بالتقنية الخالصة فقط. ولصدمة الحشد يفعل رينيا تعزيزه الجسدي الخاص. يشتعل يده بتوهج ناري. يندفع أوساكو بصراخ غاضب مطلقا ضربة مشحونة بالطاقة القوية. بخفة شبه عادية يتجنب رينيا الهجوم جانبا تاركا المخضرم يلوح في الهواء الفارغ. المتفرجون يصمتون مذهولين من أن المبتدئ يتجنب بسهولة هجوم الباحث من الدرجة جي. تراقب موظفة الاستقبال بدهشة متسائلة كيف يمتلك باحث عمره 3 أيام هذه المهارة. ينسج رينيا ببراعة خلال وابل الهجمات منحنيا تحت ضربة عشوائية ليجد فرصته. يغتنم الفرصة ويوجه لكمة دقيقة قوية مباشرة إلى وسط أوساكو. يتلوى وجه المخضرم بالصدمة والألم وتمحى غطرسته على الفور بالضربة القوية. يدرك رينيا أن لكمته لم تؤثر. معترفا بالفجوة الهائلة في قوتهما الخام يمسك أوساكو بقبضة المبتدئ بسهولة. يزداد انزعاجه من جرأة الصبي. بانفجار طاقة يقذف أوساكو رينيا عبر ساحة التدريب. يقلب رينيا في الهواء ويهبط على قدميه تماما دون أن يتأثر بالقذف. غاضبا يطلق أوساكو مهارة واسعة النطاق. عاصفة دوامية من طاقة نارية حمراء. الهجوم المدمر يهطل مهددا بغمر الحلبة بأكملها. تنتشر ابتسامة متغطرسة على وجه أوساكو متأكدا أن حركته النهائية أنهت القتال. تنهار ثقته إلى عدم تصديق عندما يرى رينا يخرج من الدخان. المبتدئ واقف دون أن يمسه شيء. الهجوم القوي للمخضرم قد أخطأ تماما. يعترف أوساكو على مضض أن للرينا بعض المهارة لكنه يسخر ويسأله إذا كان مستعدا للاستسلام. يذكر رينا المخضرم بهدوء بوعده بإظهار مكانته الحقيقية. غاضبا يتعهد أوساكو بسحق روح المبتدئ تماما على وقاحته. يرد المبتدئ بابتسامة هادئة كأنه يقدر عزيمة المخضرم. بقبضة نارية وابتسامة واثقة يتحدى رينا أوساكو لجعل القتال ممتعا. يسخر المخضرم من الجانب الآخر من الحلبة متسائلا عن مصدر جرأة المبتدئ التي لا تلين. يفقد أوساكو توازنه ويندفع مجددا مصمما على مسح الابتسامة من وجه رينا. مع اقتراب الباحث من الدرجة جي يحلل رينا الوضع بهدوء معترفا بقوة خصمه. يستنتج أن الفجوة في قوتهما الخام واسعة جدا لتجسرها تقنياته الحالية. يدرك رينيا حاجته لحركة حاسمة لإنهاء القتال. يزداد إحباط أوساكو بشكل واضح وهو يصرخ في وجه رينيا. لمجرد تحركه السريع وتجنبه لضرباته يجمع أوساكو دوامة من طاقة نارية مصرا أن التجنب وحده لا فائدة منه. يحدد رينيا بهدوء الهجوم على أنه نفس مطر النار الأحمر لكن تعبير وجهه يوحي بفهم أعمق. يلاحظ المبتدئ أن طاقة السحر على مستوى مختلف تماما مدركا أن المخضرم ينوي إنهاء الأمر بضربة واحدة. يتلوى وجه أوساكو بابتسامة انتصار متأكدا أن رحلة المبتدئ تنتهي هنا تماما. عندما يستعد المحارب المخضرم لتحريكه النهائي يدرك رينيا أن هذه هي الضربة القاضية التي كان ينتظرها بالضبط.
ينتشر ابتسامة ماكرة وواثقة على وجه رينيا بينما تسير خطته بسلاسة، فيهدئ نفسه ويفعل تعويذة خاصة به توسع موازن تتراقص حوله رموز ذهبية معقدة، وينفجر الجمهور في حالة من الحيرة مذهولا من قراره باستخدام تعويذة تبدو بسيطة ضد الهجوم النهائي لمقاتل من الدرجة جي. يسخر أوساكو من العرض، يستهزئ بما يراه فعل مقاومة يائس وعديم الفائدة بينما تتوهج رموزه. يستعد رينيا لمواجهة الهجوم الضخم بتعويذة كرة نار تبدو بسيطة. يطلق رينيا وابلا من كرات النار الصغيرة التي تطير مباشرة نحو المحارب المخضرم المذهول، تصطدم مقذوفات المبتدئ الضعيفة ظاهريا بهجوم أوساكو النار الساحق. يزأر أوساكو متحد، رافضا تصديق أنه يمكن تحديه بتعويذة بدائية كهذه. بدلا من تأثير ناري تتصادم التعويذات في وميض أعمى من ضوء أبيض ساخن نقي يغمر الساحة بأكملها، بينما يحمي المتفرجون أعينهم وآذانهم من الحمل الحسي الزائد. يكشف رينيا عن استراتيجيته الحقيقية، تعويذة معدلة للصوت والضوء، فعليا قنبلة وميض سحرية. يظهر مصدر التعويذة كعرض ألعاب نارية أعيد توظيفها من الاحتفال إلى قتال، مما يربك ويعمى هجوم أوساكو النهائي الذي يتلاشى. بينما يتعثر في حيرة، تنجح خطة المبتدئ مقطعة اتصال المحارب المخضرم بسحره وتتركه عرضة للخطر. مع شلل خصمه يمد رينيا يده معلنا نيته سرقة صيغة تعويذة المحارب المخضرم. يكشف رينيا أن قوة أوساكو الساحقة جعلت السيطرة على التعويذة أسهل. هجوم المحارب المخضرم النهائي يدور الآن طائعا فوقه تحت سيطرة المبتدئ بالكامل. بابتسامة واثقة وإشارة يد بسيطة يبدأ رينيا في اختطاف صيغة التعويذة. يطلق حركة المحارب المخضرم عليه مرة أخرى محولا الهجوم إلى رد مدمر. التعويذة المخطوفة الآن مشحونة بسحر رينيا تضرب بقوة ساحقة، لا يستطيع ساكو سوى المشاهدة بدهشة مطلقة بينما تستخدم قوته لهزيمته. يتعثر المحارب المخضرم إلى الوراء محاولا يائسا مقاومة الحتمية بينما يغمره الهجوم. قوة الانفجار تقذف أوساكو بعيدا تاركة إياه مهزوما على أرض الساحة، بينما ينظر رينيا ينفجر الجمهور بأكمله مذهولا ومتحمسا من المشهد الذي لا يصدق لمبتدئ يهزم مقاتل من الدرجة جي. يكافح المتفرجون لفهم النتيجة مع اعتقاد البعض خطأ أن أوساكو دمر نفسه ببساطة. حتى المتفرجون الملثمون يعترفون أن هزيمة مقاتل من الدرجة جي سواء كانت صدفة أم لا إنجاز مذهل. يلاحظ رينيا أن معظم الجمهور يعتقد خطأ أن المحارب المخضرم فقد السيطرة على قوته. غير مهتم بآرائهم، يحول انتباهه من أوساكو المهزوم إلى ما يهم حقا. يطلب بثقة من مسؤول النقابة تأكيد فوزه، وتوافق هي بتردد. يعلن المذيع رسميا فوز رينيا وتنتشر ابتسامة رضا على وجهه. أداءه المذهل يثير على الفور نقاشا بين الباحثين المتحمسين لتجنيده في فرقهم. يبتسم المبتدئ ببساطة مدركا تماما الانتباه الجديد الذي حظي به. لم يضيع رينيا وقتا، متجها مباشرة إلى استقبال النقابة لشراء حجر نقل آخر. توافق موظفة الاستقبال المتأثرة بعرضه على أن طلبه مبرر تماما. تقدم له الأوراق الخاصة بحجر نقل زنزانة متوسط المستوى. تذكره موظفة الاستقبال بشكل عابر أن الأحجار تبدأ بسعر 1,000,000 ين، مما يصدم رينيا تماما ويتحطم ثقته. بينما يتردد صدى السعر المذهل في ذهنه، يتساءل إن كان هذا نوعا من المزاح، لكنها تؤكد أن ندرتها تبرر التكلفة. مقاطعا إياها، يدير رينيا رأسه بشكل محموم ليتفقد أمواله القليلة. يفتح محفظته ليجد فقط بعض العملات المعدنية وورقة نقدية واحدة تحدق فيه تضربه الحقيقة الساحقة. ليس لديه حتى جزء بسيط من المبلغ المطلوب. يندب وضعه كطالب جامعي مفلس غير قادر على تحمل مثل هذه الرفاهية، ويتصبب عرق بارد. بينما يبدو الطريق إلى الأمام مستحيلا ماليا، يثبت نظره اليائس على كتاب سحري غالي الثمن معروض على الرف خلفها. فجأة
مليء بالأمل. يشير ويسأل إذا كان كتاب كفاءة سحر النار للمبتدئين. تخبره موظفة الاستقبال أن حتى كتاب المبتدئين يكلف مبلغا مذهلا قدره 1,500,000 ين بسبب ندرته تومض في ذهنه ذكرى. بعد استلامه لكتاب شبه مطابق في الماضي، يسأل بحذر عن سعر كتاب من المستوى الخامس، وتقدر هي أنه يباع بحوالي 4,000,000 ين. ينتشر على وجهه ابتسامة هستيرية بينما تبدأ الأفكار في رأسه بالدوران بفكرة جديدة مربحة. يتذكر وقتا جلس فيه محبطا غير مدرك تماما للكنز الذي يمتلكه، ويتذكر رينيا أنه قيل له أن يبيع الكتاب. إذا لم يستطع استخدامه الآن يوبخ نفسه لعدم فحص قيمته في وقت سابق، ويسحب حجرتي السحر اللتين حصل عليهما كمكافأة رئيس ويفحصهما في كفة فيستهزئ المبتدئ بقيمتهما المجمعة التي تبلغ 200,000 ين، مبلغ زهيد مقارنة باحتياجاته، فيرفض الحجارة المتلألئة باعتبارها عديمة الفائدة تماما لحل مشكلته المالية الضخمة. وفجأة تخطر له فكرة رائعة تغير قواعد اللعبة، تتركه مذهولا للحظة، ويدرك أن هناك خيارا آخر، سر مخفي داخل زنزانة السلحفاة. دون تردد ينتقل عبر التليبورتر إلى الطبقة الضحلة من زنزانة السلحفاة المتوسطة، كهف شاسع من الجليد. يصدم من أن السر الذي يعرفه ظل غير مكتشف رغم وجود الكثير من الباحثين على الأرض. يقف المبتدئ أمام جدار متلألئ من الجليد، واثقا من أنه الوحيد الذي يعرف طبيعته الحقيقية يوجه سحر النار الخاص به، مستعدا لمزامنة تردده مع التقلبات الغريبة المنبعثة من الجدار. تلتقي لهبه بالحاجز السحري مما يسبب تفاعلا قويا يبدأ في إذابة الجليد. مع تراجع الجليد يكشف ممر مخفي يدعوه إلى المجهول، ومع فتح الطريق الآن يشحذ نفسه ويتقدم نحو الظلام، يخرج إلى منطقة مخفية حقل ثلجي بريح جليدية. فخورا بكونه أول من وطأت قدمه هذه الأرض القاحلة المتجمدة، لكن الانتصار قصير الأمد عندما تضربه البرودة القارسة، ويدرك أنه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة حتى ل10 دقائق لمواجهة البرد القاتل. يستدعي رينيا لهبا يغلفه، يغلف نفسه بنار حماية، وتستبدل البرودة الشديدة على الفور بدفء مريح، مع ابتسامة متعجرفة على وجهه، معتقدا أنه حل المشكلة البيئية. فجأة ينجذب انتباهه إلى شيء في المسافة، تنتشر على وجهه ابتسامة واثقة عندما يدرك أنه وجد التمرين المثالي لتسخين هدفه الحقيقي. يظهر عملاق جليدي ضخم وسحلية باردة شرسة من العاصفة الثلجية، مستعدان للدفاع عن أراضيهما. يجد الأمر مسليا أن مخلوقات الجليد تجرؤ على تحدي سيد سحر النار، ومع ذلك يشد قبضته مصمما على الاعتراف على الأقل بشجاعتهما الحمقاء قبل سحقهما. تتردد وحوش الجليد، غرائزهم تصرخ في وجوههم وهم يواجهون هلته النارية الساحقة غير متأثر. يستدعي رانيا وحشا ضخما مصنوعا من اللهب الخالص للتعامل مع الإزعاج الطفيف. بعد القضاء على الحراس يصل إلى باب مزخرف ضخم مدخل غرفة الزعيم المخفية. يعلم أن الزعيم المخفي هو تنين جليدي بمستوى موصى به 60، وللهزيمة يتوقف المبتدئ للتفكير في مستواه الخاص الذي هو أقل بكثير من التوصية المخيفة. فحص سريع لإحصائياته يؤكد أنه في المستوى 30 فقط، نصف المستوى الموصى به بالضبط. رغم الفارق الكبير في المستوى يبتسم بثقة أنه لن يتعب حتى، وبعزم لا يتزعزع. يضع يده على آلية الباب الناري للمضي قدما، تفتح الأبواب الضخمة لتكشف عن ضوء ساطع من غرفة الزعيم في الداخل. عند دخوله يستقبله المشهد الرائع والمهيب للتنين الجليدي. يطلق الوحش زمجرة منخفضة، وعيناه المتوهجتان تركزان على المتسلل الوحيد. يبتسم رينيا ببساطة، وهالته النارية تتأجج. ردا على التحدي يضخم لهبه المغلف، مستعدا ليري التنين المعنى الحقيقي للحرارة. يعلم أن نفس التنين يمكن أن يجمدها، ولهبه المكبر يستنزف سحره بسرعة، مدركا أنه على عداد زمني. يقرر إنهاء القتال في لحظة حاسمة واحدة. يزأر التنين الجليدي مستعدا لهجومه، لكن رينيا يثبت موقفه.
مستعدا للتحدي، يجمع الوحش كمية هائلة من الطاقة الباردة في فمه مستعدا للضرب. يطلق سيلا مدمرا من نفس الجليد يهدف إلى القضاء على المتسلل الوحيد غير متأثر. يرفع رينيا يده بتكاسل بينما يدور دائرة سحرية نارية، يرد بدرع اللهب عظيم مرسلا جدارا هائلا من النار لمواجهة الهجوم الجليدي. تبتلع نيران هجوم التنين بسهولة وتدفعه بقوة ساحقة. يتعثر التنين الجليدي إلى الوراء مصدوم تماما لأن حركته النهائية تم تحييدها بسهولة، رافضا أن يمنح الوحش لحظة للتعافي. رينيا يستعد لإطلاق هجومه الناري الخاص. يتقدم متوهجا بالنيران مستعدا لقلب الموازين ضد الوحش. يطلق وابلا سريعا من القذائف النارية التي تضرب دفاعات التنين. يتراجع الوحش متأثرا بالهجوم المستمر، غير قادر على تحمل الحرارة الشديدة. يبتسم بثقة لأنه يعلم أن هذا مجرد بداية هجومه المضاد. يثبت قدمه بقوة ويجمع طاقته لضربة أكثر تدميرا. يقترب رينيا ويصيب التنين مباشرة بقبضة متفجرة على صدر التنين. قوة الضربة ترسل الوحش الضخم طائرا بلا حول ولا قوة في الهواء. يراقب بهدوء عمله مدركا أن العدو في الهواء لا يعدو كونه هدفا سهلا. دائرة سحرية ضخمة ومعقدة من اللهب النقي تظهر حوله معلنة عن حركته النهائية. التنين الجليدي ينظر إلى الأسفل برعب مدركا أنه محاصر في السماء ولا مكان للهروب. يجمع التنين ما تبقى من قوته، عيناه تتوهجان بغضب يائس. يبتسم رينيا معترفا بأن الوحش يراهم بكل شيء على انفجار واحد مركز. يقرر أنه من المناسب أن يرد على الوقوف الأخير للتنين بكل قوته. في محاولة أخيرة يطلق الوحش شعاعا مركزا من طاقة التجميد النقية، وبتركيز لا يتزعزع يستعد رينيا لإطلاق كامل قوة تعويذته الخاصة. يستدعي هجومه النهائي، رمح الله بالمتعال الأعظم. تصطدم الهجومان الكارثيان في وميض أعمى من النار مقابل الجليد. يخترق رمحه الناري بسهولة انفجار الجليد. يصيب التنين مباشرة. تتحطم بقايا الوحش العظيم المحترقة على الأرض وقد انطفأت نيرانه. سيل من إشعارات النظام يؤكد انتصاره ويكافئه بترقيات متعددة مع هزيمة الزعيم. رسالة من النظام تؤكد وجود مكافأة خاصة في انتظاره، حيث يقدم له 3 عناصر قوية ذات طابع جليدي: كتاب، سيف، وعصا. يعلو وجهه ابتسامة عارفة بينما تركز عيناه على عنصر معين. رغم أن الأسلحة مغرية يتجاهلها ويصل إلى جائزته الحقيقية. يحمل الكتاب السحري بفخر، كاشفا أنه كان السبب الوحيد لقدومه إلى هنا. عند فتحه للغريمور تتدفق رموز القوة القديمة من صفحاته وتحيطه. يؤكد النظام نجاحه. يمنحه مهارة التجمد السحري المرغوبة ويقبض على يده بفرح لأنه يمكنه أخيرا البدء في صنع أدواته السحرية الخاصة. هذه المهارة الجديدة هي القطعة الأخيرة التي كان يحتاجها ليفتح كامل إمكاناته كصانع. ثم يستدعي تعويذته النارية النهائية. يخطط بالفعل لكيفية تدمجها مع قدرته الجليدية الجديدة. يبدأ العملية الدقيقة لتوجيه سحر النار إلى صيغة تعويذة، متوقفا قبل التفعيل مباشرة. في اللحظة الحاسمة تضيق عيناه. يفعل مهارة التجمد السحري المكتسبة حديثا. تغمر موجة من الطاقة الجليدية الرموز النارية، مما يوقف صيغة التعويذة في حالة تجميد مؤقت. أعاد استخدام مهارة دفاعية كانت مخصصة لإيقاف تعاويذ العدو لصنعه المبتكر. مع اكتمال المرحلة الأولى يحمل الشكل المتبلور لتعويذته النهائية، جاهزا للخطوة التالية. يبدأ عملية الغمر مجبرا. صيغة التعويذة المجمدة على حجر سحر الأسد الناري. يحمل بهدوء القطعة الجديدة حجر سحري الآن مليء بقوة تعويذته النارية النهائية. يكشف النظر الدقيق عن الرموز المعقدة لتعويذته النهائية المنقوشة بشكل دائم داخل الحجر المتوهج. بابتسامة منتصرة يعلن نجاح مشروعه. حجر سحري يحتوي على لهبه المتعالي الأعظم. يتأمل أن الحجر المقاوم للنار بشدة مثل أسود اللهب فقط يمكن أن يصمد خلال عملية الغمر. يدرك أن مجرد كمية صغيرة من السحر
ستكون كافية لإطلاق التجمد وتفعيل التعويذة النهائية. يفكر في السوق، ملاحظاً النقص الحاد في العناصر الهجومية القوية ذات الاستخدام الواحد، يظهر بريق جشع في عينيه، وهو يتخيل الربح الهائل الذي سيجلبه اختراعه الجديد لجعل العنصر آمناً لأي شخص يستخدمه. يقرر إضافة تعويذة إلغاء الصدمة لإبطال الارتداد القوي، كما يخطط لإنشاء نسخ أضعف يغمر أحجار سحرية أقل مقاومة بتعويذ أبسط بنظرة رضا خالص ينهي أول دفعة من الأحجار المسحورة. يرتب أحجاره السحرية المصنوعة حديثاً، واثقاً أن بيعها سيكون كافياً لشراء حجر نقل. رغم أن نظريته صحيحة، يعلم أنه بحاجة لشخص آخر لاختبار العنصر لتقييم حقيقي. يعود إلى مدخل الزنزانة، حقل ثلجي واسع وقاحل يتنفس نيرانا لصد البرد القارس. ينتظر ظهور شخص مناسب للاختبار، لكن انتظاره يقصر عندما يشعر باقتراب مجموعة، مدركا أنهم اكتشفوا الطريق المخفي. يسمع حماسهم ويشعر ببعض الذنب لأنه قد أزال الخطر من المنطقة بالفعل، بما في ذلك زعيمهم. تعبر المجموعة عن قلقها من الوحوش القوية التي تكمن في الممر المكتشف حديثا. يقترح أحد أعضاء المجموعة بحكمة توخي الحذر، متذكرا أنهم في زنزانة ذات مستوى متوسط فقط. قرر أن يعلن عن وجوده، فخرج من مخبئه بشكل عادي لتحيتهم. المغامرون ليسوا سوى أعضاء فرقته السابقة الذين يحدقون فيه بدهشة تامة. حتى قائد الفريق الصامت لا يستطيع إخفاء دهشته من هذا اللقاء غير المتوقع. يشرح المحارب ذو الشعر الأحمر أنهم وجدوا طريقا غير معلم، وهم لا يعلمون أن رينيا يعرف بالفعل. موصلا للنقاط، يشير المحارب إلى أن رينيا خرج للتو من الطريق الذي اكتشفوه. يعترف رينيا ببساطة بأنه استكشف المنطقة المخفية، مما يترك رفيقه القديم عاجزا عن الكلام. المحارب المتحمس يرفض تصديق أن رينيا قد قضى على كل شيء، يؤكد أن هناك كنوزا لا تزال تنتظرهم. ينصحهم رينيا بلا مبالاة بالعودة غدا إذا كانوا يريدون زعيم المنطقة، لأنه يحتاج إلى حوالي 20 ساعة ليعود للحياة. يترك المغامران في حيرة تامة بسبب ذكره لوقت إعادة الظهور. يسأل القائد إذا كان رينيا قد هزم زعيم المنطقة حقا، ويؤكد رينيا بثقة أنه فعل. كدليل، يكشف عن المواد البلورية المتوهجة التي حصل عليها من الزعيم المهزوم. الطاقة السحرية الهائلة المنبعثة من الدليل تتركهم مذهولين، مع اعتراف القائد بأن رينيا لا يزال غامضا كما كان دائما. يتقطع اللقاء المتوتر فجأة عندما ينادي ساحر الفريق باسمه على وجه الاستعجال. تبدو مرتبكة بوضوح وتتلعثم بأنها كانت تريد الاعتذار، مما يجعل رينيا يتساءل عما حدث. يتحول تعبيرها إلى الجدية عندما تكشف أن الاعتذار يتعلق بتغير مفاجئ وغير مفسر في مستواها. تروي بخجل معركة الأسد المشتعل، محاولة شرح كيف أدى تفاعل قصير معه إلى هذا الوضع الغريب. يشعر رينيا بعدم الارتياح، حيث أن اختيارها السيء للكلمات يجعله يتلقى نظرات مشككة من رفاقه السابقين. توضح أن النظام أخطأ واحتسب لها قتل الأسد المشتعل. بعد أن قوى تعويذتها، تكشف الساحرة والدموع في عينيها أنه بسبب هذا حصلت فجأة على 3 مستويات كاملة. بينما لا يرى رينيا مشكلة، هي مرعوبة وتعتقد أنها سرقت كمية هائلة من الخبرة منه. تمسك بفستانها مذنبة وتشرح أن هذا هو السبب الحقيقي الذي جعلها بحاجة للاعتذار بشدة. يتجاهل اعتذارها بلا مبالاة، مدعيا أنه يمكنه استعادة تلك الخبرة في نصف يوم فقط. تعليقها العفوي يتركها عاجزة عن الكلام، إذ استغرق فريقها 6 أشهر طويلة لتحقيق نمو مماثل. يدرك رينيا أن تقدمه المذهل جعله ينسى معاناة المغامر العادي. رغم طمأنته، تصر الساحرة على رد الجميل لتعويض التعزيز غير المقصود، ومواجهة لإصرارها الثابت. يتنهد رينيا معترفا بطبيعتها العنيدة. يخطره فجأة فكرة وهو يفكر في عزيمة الساحرة على رد الجميل. يدرك أن هذه هي الفرصة المثالية، إذ كان يبحث عن شخص لاختبار حجارة سحرية جديدة. تنظر الساحرة بحيرة غير مدركة للفكرة العبقرية التي تتشكل في ذهنه، وبعد أن حسم قراره
يمد يده إلى جيبه ليخرج اختراعه الجديد، ويقدم واحدة من الحجارة المسحورة للساحرة المندهشة. يقترح طريقة لمساعدته وهي مندهشة من طلبه المفاجئ، غير متأكدة كيف يمكنها المساعدة. يشرح رينيا أنه يحتاج إلى مختبر لمنتج جديد لكسب المال، وهي المرشحة المثالية. متحمسة لسداد دينها، تقبل عرضه بحماس دون تردد. يعبر أعضاء فريقها عن عدم تصديقهم، وهم يعلمون أن فقط أصحاب الرتبة العالية يمكنهم صنع الأدوات السحرية، لكن قائدهم يقبل إنجازات رينيا المستحيلة بابتسامة رضا. يؤكد رينيا اتفاقهم، وخطته تسير على ما يرام مع إبرام الصفقة. يقود رينيا المجموعة إلى المنطقة المخفية، وهي سهل ثلج قاحل وبارد، ويعجب أعضاء فرقته السابقين بالمشهد الثلجي غير المتوقع. في عمق الزنزانة يؤثر البرد القارس عليهم فوراً، ويشتكي المحارب من أنهم سيتجمدون قبل أن تبدأ أي معركة. الساحرة التي بدأت تستسلم للبرد تبدأ في الهلوسة عن حقل من الزهور، مما يثير استمتاع رينيا، وقرر أنهم عانوا بما فيه الكفاية، فاستعد لإلقاء تعويذة لتدفئتهم. يفعل تعويذة موازية بسهولة، يغلف نفسه بنار دافئة مريحة، تنتشر الحرارة السحرية فورا إلى كامل المجموعة، مما يتركهم مذهولين من تحكمه المذهل. القائد والمحارب يستسلمان ببساطة لمحاولة فهم قدراته، مقبلين على أن قوته تتجاوز فهمهم. الساحر يشكره بامتنان على تعويذة التدفئة المفيدة والقوية جدا. تحمر خجلا وهي تستمتع بالحرارة السحرية، تشعر وكأن رينيا نفسه يحتضنها. يطلب منها رينيا بصرامة التوقف عن التعليقات الإيحائية، حيث أن رفاقه السابقين يرمقونه بغضب. متجاهلا اللحظة المحرجة، يأمرها بتفعيل الحجر السحري لبدء الاختبار. الساحر يقبل الحجر المتوهج بحماس، مستعدة لاتباع تعليماته. بينما تبدأ رانيا بشرح طريقة التفعيل، يتم مقاطعته فجأة، حيث تشتعل حواسه باكتشاف وجود قوي ينبثق من الأرض المتجمدة بلورة ضخمة في يده، تنفجر من الثلج وتهز المنطقة بأكملها. يرتفع أمامهم عملاق جليدي ضخم، عيونه المتوهجة تركز على المجموعة. الخادمة تصرخ مذعورة، مفاجأة تماما من الهجوم المفاجئ. يزداد رعبها عندما تقرأ إحصائياته، مدركة أنه وحش قوي من المستوى 50. يشرح رانيا بهدوء أنه ليس مجرد عملاق جليدي عادي، بل نسخة معززة أكثر فتكا. يوضح أن هذه النسخ تتقوى باستهلاك الأحجار السحرية أو التعرض لطاقة خاصة. رفاقه السابقون يذعرون، مدركين أنهم لا يملكون فرصة، ويصرون على الانسحاب الفوري. لكن رينا يبتسم بحماس، راضيا برؤية الموضوع المثالي لتجربته. يسلم الساحر حجر السحر الأقوى، حاثا إياها على تجربته ضد العملاق. تحدق الساحرة في الحجر الصغير بعدم تصديق، مشككة في تأثيره على خصم ضخم كهذا، غير متأثره بشكوكها. يشجعها رانيا بحماس. يقفون معا صغارا أمام العملاق الجليدي الضخم الذي يلوح فوقهم في ساحة المعركة المتجمدة. الساحرة تغمض عينيها مصممة على الثقة برينيا، وتأمل أن هجومها على الأقل سيفتح له ثغرة. تفتح عينيها فجأة بعزيمة جديدة، تضع إيمانها بالكامل في قدرته على إنهاء القتال، وتوجه طاقتها إلى الحجر. تطلق سيلا من الطاقة السحرية لتفعيل الجهاز. يظهر رمح ناري هائل فوقها، جاهز للإطلاق. بدفعة إرادتها الأخيرة ترسل المقذوف المدمر نحو هدفه. يصطدم رمح النار مباشرة بصدر العملاق الجليدي بقوة لا تقاوم. انفجار أعمى من النار والطاقة. يبتلع الوحش الضخم بالكامل. تظل الساحرة صامتة، مذهولة تماما، مذهولة من القوة الساحقة التي استخدمتها للتو. يحدد رينيا بهدوء الهجوم كرمح ناري متسام، مما يدهش مجموعتها المذهولة. رفاقها يتراجعون، عقولهم غير قادرة على استيعاب حجم التعويذة. القائد والمحارب يهمسان فقط أن مبتدئا يصنع سلاحا كهذا أمر غير مسبوق. تدرك فجأة أن الإنجاز المذهل تحقق باستخدام قليل جدا من طاقتها السحرية الخاصة.
ولخيبتها يتحول الحجر السحري القوي إلى غبار في يدها، قوته مستنفدة تماما. تبلغ الساحرة أن الأداة السحرية انكسرت، ويؤكد رانيا أنها لم تستطع تحمل القوة الهائلة. تعتذر بشدة، لكنه يطمئنها أن اختبار متانة الحجر كان هدفه بالضبط. يخلص إلى أنه لصنع نسخة قابلة لإعادة الاستخدام سيحتاج لصيد وحوش أقوى للحصول على المواد. يندهش رانيا من تعبير الساحرة الغريب وهي تحدق بشدة في نافذة حالتها، تشير إلى الشاشة بصدمة تامة. تكشف أنها اكتسبت 5 مستويات من ذلك الهجوم المدمر الواحد، وتذعر الساحرة مدركة أنها اكتسبت 8 مستويات إجمالا مؤخرا، وتشعر وكأنها سرقت الخبرة. تحتضن هويتها الجديدة بشكل كوميدي، متخذة وضعية كلص الخبرة الأسطوري. يقوم رينيا بحساب سريع ذهنيا، مستنتجا أن مستواها تجاوز الآن 38، يهنئها بلا مبالاة على تجاوزها مستواه، مما يجعلها أكثر ارتباكا وبفضول تجاه القوة هائلة التي اكتسبتها. رفاقه السابقون يسألون بحماس إذا كان بإمكانهم تجربة الأحجار السحرية أيضا، غير متأثرين بحماسهم. يقدم رينيا نوعا جديدا من العناصر، حجر سحري متكيف، يشرح أن قوته تتناسب مع مدخلات المستخدم، مما يدفع المحارب للتطوع بحماس الاختبار التالي. يحتفل القائد والمحارب بشكل هستيري. عند احتمال حدوث زيادة هائلة في القوة، يقترح رينيا المحمر الخجل ماراثون رفع مستوى مكثف لرفع قوتهم إلى المعيار الجديد للساحر. يعترض أعضاء فرقته السابقون على الفور، واصفين خطته لكسب هذا العدد الكبير من المستويات في يوم واحد بالجنون التام. يبتسم رانيا ببساطة، مطمئنا إياهم بأنه يمتلك ما يكفي من أحجار السحر للجميع لاستخدامها بحرية. تحاول الساحرة بشكل محموم أن تشرح أن قلقها حقيقي وليس مجرد تحفظ. يلاحظ رانيا ردود أفعالهم المذعورة، ويفسر خوفهم على أنه تواضع بسيط. فتتنفس الساحرة شيزوكو الصعداء، شاكرة لأنها ليست مضطرة لخوض هذا التعب الشاق في رفع المستوى. سرعان ما يتحول ارتياحها إلى فرصة، إذ تدرك أن هذا هو الوقت المثالي لطلب دروس سحر متقدمة. يوافق رينيا على تعليمها، لكن عرضه لدروس سحر النار المتقدمة المستمرة يتركها مذهولة تماما، تحذيره بأن تدريبها سيكون أصعب حتى من ماراثون رفع المستوى يملأها بالرعب الفوري. تبدأ جلسة التدريب الشاقة. تدفع الجميع إلى أقصى حدودهم بعد مطاردة وحوش دامية استمرت 10 ساعات. يتأمل رينا بتفاخر يوم فريقه المليء بالقتال المستمر، نتائج تدريبهم المكثف على وشك الكشف. يصل المحارب والقائد بنجاح إلى المستوى 35، ضاغطا الفارق مع قوة شيزوكو. في الوقت نفسه تكافح شيزوكو لفهم صيغ السحر المعقدة التي يعلمها لها رينا. مع تعب الفريق التام، يعلن رينا أنه أنهى صنع الأدوات السحرية الجديدة. بعد إكمال تدريبهم وصنع الأدوات، يتوجه رينيا مباشرة إلى استقبال نقابة الباحثين. ترفع موظفة الاستقبال رأسها بتعبير متوتر، مفاجأة بوصوله. يفرغ كومة من أحجار السحر الخضراء المتوهجة على المنضدة. تاركا موظفة الاستقبال تتساءل عن ماهيتها، يصرح رينيا بهدوء عن نيته بيع الأدوات السحرية. مدهوشة من الكمية الهائلة، تطلب لحظة لاستخدام مهارة التقييم الخاصة بها لتقييم الأحجار الغامضة. في الوقت نفسه يحسب رينيا الأموال التي يحتاجها، آملا أن يكسب ما لا يقل عن 2,000,000 لمشروعه القادم. تزداد شكوك موظفة الاستقبال أثناء فحصها للأحجار. تشعر أن هناك شيئا غير طبيعي، وتخبره أن مهارة التقييم الخاصة بها عديمة الفائدة تماما على أغراضه، مما يتركه في حيرة. تشرح موظفة النقابة أن جميع الأدوات السحرية المكتسبة من الأبراج المحصنة يجب أن تكون قابلة للتعرف عليها من خلال التقييم. يستنتج رانيا بسرعة أن بما أنه صنعها بنفسه، فهي لا تتبع القواعد المعتادة. يسود صمت محرج بينهما. مع استيعاب الوضع غير المسبوق، تبقى موظفة الاستقبال عاجزة عن الكلام عند علمها أن رينيا نفسه
هو صانع هذه القطع الأثرية غير القابلة للتحديد. تطلق موظفة الاستقبال ضحكة محرجة تكافح لتصديق إدعائه. ترفض قصته متهمة إياه بالعثور على مخزون سري بدلاً من صنع الأدوات بنفسه. مقتنعة بأنها حلت اللغز، تبتسم بانتصار، تاركة رانيا في حيرة من افتراضها. يتحول تعبيرها إلى الجدية وهي تشرح أن النقابة لا يمكنها شراء أشياء لا تستطيع تقييمها. يفكر رينا في النكسة، مدركا أن هذا يعقد خطته لبيع الأحجار بسرعة. يقترح حلا بسيطا: عرض حي لإثبات قيمتها. ينتقلون إلى ساحات التدريب الرسمية لنقابة الباحثين لإجراء الاختبار. تعود موظفة الاستقبال بعد انتظار قصير. بعد أن أحضرت شخصا للمساعدة، تستعد لتقديم الخبير الذي جلبته للمساعدة في التقييم. تتقدم مبارزة صامتة، يدها ترتكز على شفرتها مستعدة لاختبار أحجار السحر. تقدم موظفة الاستقبال خبيرة النقابة الباحثة ذات التصنيف جي ميزوكي التي جلبت لاختبار الأدوات. يقدم رينا تحية ودية غير متأثر بجدية مبارزة السيوف. تعطي ميزوكي إقرارا مقتضبا، تعبر عن تحفظها واحترافيتها. تفحص الحجر بسرعة، محددة إياه كقطعة أثرية من نوع القوة المتغيرة. تقترح موظفة الاستقبال اختبار قوة قصوى واحد لقياس إمكانياته وتوافق ميزوكي على الشروط المحددة. يستعدون لإطلاق قوة حجر السحر على دمية التدريب. يراقب رينيا بفضول خفيف ويجد دمية التدريب البدائية لطيفة إلى حد ما. أثناء الإعداد تتبادل المرأتان همسات حول ترقية رينيا. الأخيرة ميزوكي تسأل رينيا مباشرة عما إذا كان صنع الأداة بنفسه، ويؤكد هو ذلك بلا مبالاة. تعلن أنه بالنسبة لشيء مصنوع يدويا، مجرد خدش الدمية المتينة سيكون إنجازا رائعا. بنظرة حازمة تعلن ميزوكي بدء الاختبار وهي توجه الطاقة إلى الحجر. يظهر دوامة من الرموز النارية المتحركة، مما يشير إلى تفعيل تعويذة قوية. تتجمع الرموز لتشكل حلقة ساطعة من الطاقة السحرية النقية. تنظر موظفة الاستقبال بصدمة تامة حيث تحطمت توقعاتها تماما بسبب القوة الهائلة المعروضة. تكافح ميزوكي للسيطرة على الطاقة الخام ووجهها متوتر. بينما تستعد لإطلاق الهجوم، تطلق شعاعا مدمرا من النار المركزة يصطدم مباشرة بالدمية التدريبية. يغمر الفزاعة فورا بقوة الانفجار الناري الساحقة، وبعد انقشاع الدخان تم تدمير النصف العلوي من الدمية التدريبية المتينة بالكامل. تنظر ميزوكي بتعبير مخيب للآمال بشكل مفاجئ، غير معجبة بالنتيجة المدمرة، وتلاحظ أن قطعة أثرية من الدرجة العليا الحقيقية لم تكن لتترك أي أثر من الفزاعة. بينما تقف النساء في صمت مذهول، تأمل رينا بهدوء أن تكون إبداعاته تستحق على الأقل 50,000 ين لكل واحدة. ينظر مذهولا تماما من عدم رضا المبارزة. تكشف موظفة الاستقبال أن الفزاعة كانت قوية مثل وحش من المستوى 60، والأداة المستخدمة استهلكت أقل من نصف الطاقة المعتادة. تنهار رباطة جأش ميزوكي المهنية أخيرا مصدومة من كفاءة الأداة المذهلة. تتحول موظفة الاستقبال إلى رانيا وعيونها تتلألأ. استبدل شكها السابق بإعجاب خالص، وتعلن بحماس أن إبداعه أداة سحرية مذهلة حقا، مما يفاجئه بهدوء. وبعد أن يسأل إذا كانت قابلة للبيع، تؤكد بحماس أنها قابلة للتسويق بشكل كبير. ثم تقترح سعرا مذهلا يبلغ 400,000 ين لكل حجر. متجاوزا توقعاته الجامحة، يبقى رينا عاجزا عن الكلام، وعقله يدور من الأرباح المحتملة الضخمة، مخطئا في تفسير صدمته. ترفع موظفة الاستقبال العرض إلى 500,000 ين لكل حجر لضمان الأعمال المستقبلية. تدرك موظفة الاستقبال أن هذه الحجارة منجم ذهب مثالي لكل من الباحثين الجدد وذوي الخبرة. يتعطل دماغ رانيا أثناء حسابه لمكاسبه غير المتوقعة. تضربه المبلغ النهائي وهو 10 ملايين ين كالصاعقة. تتركه مذهولا تماما. يقبل الصفقة بهدوء بينما تحتفل موظفة الاستقبال بشراكتهما الجديدة المربحة. في هذه الأثناء تنظر ميزوكي إلى أحد الحجارة
معتبرة إياه مفتاح طموحاتها الخاصة. يتضح هدفها وهو حجر نقل بقيمة 2,000,000 ينلي الزنزانة المتوسطة التاسعة ومع جيوبه الممتلئة. يشتري رانيا بسهولة حجر النقل المكلف الذي يحتاجه ويحمل جائزته ويستعد لتسجيلها، ويواصل إلى هدفه التالي. يخرج بلورة النقل وكرة شفافة غامضة مستعدا لربطهما، وعندما تلمس القطعتان بعضهما تتوهج البلورة بطاقة سحرية بدءا عملية التسجيل. يبتسم رانيا مؤكدا نجاح تسجيل حجر النقل، وتكشف بلورة النقل كعنصر رئيسي لتسجيل والسفر بين الزنازين المختلفة. مع تحديد وجهته الجديدة يتطلع إلى تحدي زنزانة متوسطة المستوى، وينتقل فورا إلى ممرات مضاءة بالمشاعل في الطبقة الوسطى من الزنزانة المتوسطة التاسعة. يلاحظ رانيا المنطقة المزدحمة مدركا أن هذه الزنزانة الشعبية مكتظة بباحثين آخرين غير متأثر بالمنافسة، يستعد بثقة لبدء صيده. لا يضيع وقتا، يطلق فورا تعويذة نارية قوية على وحش قريب تتجسد سحره كطائر الفينيق الناري، شهادة على اتقانه المتزايد للعناصر. بعد انتصار سريع يركع ليجمع نواة الوحش القيمة التي تركت خلفه. تكافأ جهوده عندما يكشف نافذة الحالة أنه وصل إلى المستوى 48 مع تعزيز كبير في إحصائياته ومهاراته. بعد تنظيف الطبقة الوسطى من الزنزانة يصل رانيا إلى المدخل الضخم لغرفة الزعيم، ويتأمل الأيام التي قضاها في صيد وحوش محددة لجمع العناصر الرئيسية المطلوبة. ومع الحجر الأخير في يده يضعه في آلية قفل الباب المعقدة. تتطلب لغز هذه الزنزانة الفريدة 7 أحجار سحرية محددة للسماح بالدخول إلى الغرفة النهائية. مع اكتمال الشارات تفتح الأبواب الضخمة بصوت طحن، وتغمر ضوء ساطع وبنظرة تصميم صارم. يستعد لدخول المجهول. لا يدخل مجرد غرفة زعيم، بل غرفة مخفية تخص ساحرا عظيما. يستعد للدخول إلى المجهول. لا يدخل فقط غرفة الزعيم، بل غرفة مخفية تخص ساحر ماهر. الغرفة عبارة عن مكتبة واسعة مليئة بأرفف تحتوي على جرعات غامضة وتحف منسية. فجأة دائرة سحرية بنفسجية شريرة تشتعل على الأرض معلنة وصول الزعيم من خلال الطاقة الغامضة. يظهر شخص مقنع يحمل عصا شريرة لمواجهته. يكشف الساحر المهيب عن شكله الهيكلي العظمي. يشع هالة بنفسجية مهددة تحدد رانيا بهدوء أن الزعيم هو قائد قوي لوحوش أخرى. بابتسامة واثقة يقرر أنه حان الوقت لاستخدام مهارة خاصة، فيفعل مهارة التقييم. وعينه تتوهج بضوء أزرق تحليلي. تظهر نافذة النظام إحصائيات ومهارات سيد السحرة بالتفصيل ليقرأها. يعالج المعلومات ليحصل على صورة واضحة عن خصمه القوي. تكشف السردية أن التقييم مهارة شائعة على الأرض لكنها نادرة في عوالم أخرى. يتذكر أنه اشترى هذه المهارة المفيدة بثمن باهظ قدره 500,000 ين، مفتونا بالسحر الجديد الذي اكتشفه. يستعد رانيا للمعركة القادمة بابتسامة. يرد سيد السحرة برفع عصاه مستحضرا 3 حلقات ضخمة من الطاقة الغامضة. تطلق الحلقات حشدا من الوحوش المعززة بالسحر من الذئاب إلى الأورك. يتظاهر بالمفاجأة ساخرا متسائلا إذا كان يحلم طويلا دون تردد. تهجم الوحوش المستدعاة لمهاجمته. تحدد مهارة التقييم التهديد الأول كذئب رماد المستوى 40. التالي هو طائر جائع، وحش أضعف قليلا بمستوى 35. يلاحظ أن تحكم سيد السحرة يجعل هؤلاء الأتباع أقوياء بشكل غير عادي بالنسبة لمستواهم غير متأثر. يواجه رانيا هجوم الذئب بقبضة محاطة باللهب الشامل. يدور بسرعة مطلقا ضربة نارية أخرى على مهاجم طائر. يدرك أن الزعيم يستخدم الأتباع كتشتيت ليتمتم تعويذة أقوى ببطء. بابتسامة واثقة يستعد رانيا لسحره الخاص. واثقا من نصره يطلق تعويذة تجميد سحرية مصممة لتعطيل صيغة سحر عدوه. يتراجع سيد السحرة مصدوما بينما تعويذته القوية تلغى فجأة ويتلاشى تماما. يلمح الذعر على وجه الزعيم العظمي. تتحطم ثقته بسبب الرد غير المتوقع. بابتسامة ماكرة
يكشف رانيا أنه يحضر بالفعل صيغة تعويذة مدمرة خاصة به، يطلق مطرا أحمر غزيرا، يغمر ساحة المعركة والأتباع المتبقين في هطول ناري. يقيم سيد السحرة حاجزا سحريا يائسا ليحمي نفسه من الهجوم المستمر. بينما يحاصر الزعيم، ينسج رانيا بهدوء عدة دوائر سحرية معقدة أخرى. على الأرض يحكم على دفاع الزعيم المثير للإعجاب، لكنه في النهاية عديم الجدوى بأنه ساذج ومتوقع، ثم يحول هجومه إلى مطر يخترق الحجر. مكثفا السحر في كرة تدمير ساحقة واحدة، يستهلك سيد السحر بالانفجار الكارثي. لكن صوت الراوي يلمح إلى أن نتيجة المعركة لم تكن كما بدت. يلمح الراوي إلى لقاء غير متوقع مع شخص من ماضيه يغمر سيد السحر تماما بالكرة الهائلة من النار المدمرة. انفجار كارثي من الضوء والطاقة يعلن نهاية الزعيم القوي. يقف رانيا منتصرا بينما تؤكد موجة من إشعارات الترقية نجاح صيده. يتجه نظره إلى الأعلى حيث ينزل ضوء ساطع، مكافأة الزنزانة من السقف. يتجسد الضوء إلى جسم مادي يهبط برفق على كتفه. تحدد مهارة التقييم القطعة كخاتم تخزين سحر 3 النجوم، أداة ثمينة لتوفير المانا. تعلو وجهه ابتسامة رضا وهو يعلم أن هذه القطعة الجديدة تناسب تماما استراتيجيته الكبرى. يفحص الخاتم معترفا به كمفتاح لتجاوز التكاليف العالية لطلاسمه. بعين جشعة يمسح الغرفة بحثا عن كنوز أخرى، مصمما على الحصول على كل واحدة منها. تنتقل المشهد إلى داخل زنزانة المستوى المتوسط التاسعة، حيث يستكشف مغامرون آخرون. في مكان آخر في الزنزانة يطلق وحش دب ناري شرس زيرا عنيفا. يقف رانيا غير متأثر بينما ينهار الوحش في كومة من النيران. انتصار سهل آخر له يراجع بهدوء حالته، ملاحظا نموه المثير للإعجاب إلى المستوى 51 ومهاراته المحسنة في سحر النار. راض عن تقدمه، يقرر إنهاء صيده لهذا اليوم تماما كما تمر فرقة أخرى. زعيم الفرقة القريبة يحشد فريقه للتوغل أعمق، لكنه يتوقف شاعرا بشيء تعبر رفيقته الأنثى عن صدمتها. مجادلة بأنه يجب أن يكونوا أكثر حذرا. ويبقوا في الطبقة الوسطى. تجذب انتباهها فجأة مجموعة أخرى وتحدق بدهشة في أحد أعضائها. يتعرف رانيا عليها بأنها ميزوكي، المرأة التي ساعدته سابقا في اختبار معدات سحرية جديدة غير مدركة لوجوده. تصر ميزوكي بحماس على حزبها. تؤكد ميزوكي أن لديهم القوة للتقدم وأن أداتهم السحرية الجديدة كافية للتعامل مع أي تهديد. لكن فريقها يظل متشككا، ورينيا يراقب بهدوء من بعيد مهتما بذكر الأداة السحرية. تقدم ميزوكي بلورة خضراء متوهجة مدعية أنها ستضاهي قوة نيران زملائها بتكلفة نصف المانا فقط. ترفض هايمورا هذا الرأي مشيرة إلى القيود الجوهرية لمثل هذه الأدوات، بينما تجادل ميزوكي بأن استهلاكها المنخفض للسحر كسيفية يجعل تكلفة الأداة ضئيلة. وصبر هايمورا ينفد أخيرا، فتغضب وتطلب من ميزوكي التوقف عن تكرار نفسها. يتدخل قائد الفريق لينهي النقاش ويأمر بالانسحاب الكامل إلى النقابة. تنظر ميزوكي بغضب، طموحها يتصادم مع نهج فريقها الحذر. يراقب رانيا الفريق المحبط وهو يبتعد بوجه متأمل. وتنتقل المشهد إلى النقابة حيث رينا تستخدم اسم مستعار السيد كاميكورا ويتم شكرها على التسليم. ويبتسم عامل النقابة بفرح مؤكدا استلام جميع 20 أداة سحرية، ويشجعها بحماس على إحضار المزيد بسبب الطلب العالي من المشترين الآخرين. يفكر رانيا في فرصة العمل، لكن تركيزه يتحول إلى فريق ميزوكي وهو يناقش صراعاتهم الداخلية. تتشح نظراته بالحدة ويركز على المجموعة المضطربة باهتمام بالغ. يجلس المغامرون الثلاثة في صمت متوتر، ثقل خلافهم يملأ الجو. ويتذكر جدالهم من اليوم السابق مجمعا مصدر صراعهم. بالقرب منهم فريق آخر يناقش خطوتهم التالية. القائد يدفع للتقدم ورفيقه يحذر من ذلك. توضح هايمورا أن قلقها الحقيقي هو طموح ميزوكي المتهور وليس قوة فريقهم. يراقب رينا من بعيد ويتكهن بأن يأس ميزوكي لابد أن يكون له سبب أعمق،
فجأة يرن إعلان عام في النقابة يجذب انتباه كل الباحثين في القاعة. يكشف الإعلان عن بيع إضافي لأدوات سحرية متغيرة. النوع كانت قد نفدت فورا سابقا، وأخبار إعادة التخزين تثير موجة صدمة في النقابة. موجهة الباحثين المهتمين إلى مكتب الاستقبال، ويندلع جنون بينما يتدفق المغامرون إلى العداد. بعضهم يحاول تخزين الأدوات بينما يصرخ آخرون بالظلم، ويتحول الطابور إلى فوضى. يراقب رينيا من الجانب متفاجئا بالطلب الهائل على اختراعه. على طاولتهم تربط هيمورا ضجة النقابة بالأداة السحرية التي دافعت عنها ميزوكي، وتتأمل أن ميزوكي لابد أنها اشترت الأدوات بذكاء مباشرة من المبتكر لاستخدامها كورقة ضغط. ثم تعلن هيمورا رغبتها في إجراء حديث جدي مع من هو المسؤول عن صنع الأدوات. وعندما تسمع ذلك يمنحها رينيا طلبها بهدوء ويدعوها للتحدث بصراحة. متفاجئة من الصوت المفاجئ، تستدير هيمورا لمواجهة الغريب خلفها. تضيق عينيها بالشك وتطالب بمعرفة هوية الرجل الذي خاطبها بابتسامة واثقة. يكشف رينيا أنه مبتكر الأدوات السحرية التي كانت تناقشها. يلوح باعتذارها ويطلب بدلا من ذلك تفاصيل عن وضع ميزوكي. مدعيا فضول البائع، يختفي مظهرها الاعتذاري فورا ويحل محله نظرة حادة مشككة تواجهه مباشرة، متهمة إياه بمحاولة التنصت على معلومات عن زميلتها. يتساءل داخليا عن يأس ميزوكي، قلقا من العواقب إذا اعتمدت بشكل مفرط على أدواته السحرية. يفكر بتمعن في الوضع، مدركا أن فشلها سينعكس سلبا على اختراعاته. بعد لحظة من التفكير المكثف تتصلب نظرة هيمورا بالعزم. تعرض صفقة ستشارك بعض المعلومات، لكن فقط إذا وعد بعدم بيع المزيد من الأدوات لميزوكي. ولدهشتها يوافق رانيا بسهولة على شرطها. بابتسامة بسيطة تبدأ هيمورا في الشرح، كاشفة أن طموح ميزوكي المتهور مدفوع برغبة ملتهبة لتجاوز شخص معين.